قضية لوثة، وأأمل أنه الأمة يعني أن تتوب من هذه اللوثة، عسى ولعل. نحن نحاول، عسى ولعل. تسلم يا دار. تكبيس وشير بالله عليكم، عشان تقريبا الشيخ محب وصل، فبالله عليكم نكبس ونشير. استأذن بس الخبير العرفاوي والشيخ محمد صالح، هنبدأ المناظرة بعون الله. استأذنكم بس. شكرا يا دكتور محمد العرفاوي، شكرا يا دكتور محمد صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا يا تنويري. بسم الله الرحمن الرحيم. محب أبو بكر معانا السلام ولا؟ عليكم ورحمة الله. عليكم لا، السلام. معاكم يا أخوي مصري، الله يعطيك وعليكم العافية. السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك اللي طلبت المناظرة، فأنت اللي هتدي المقدمة الأولى. ما في إشكالية، اتفضل. ما في إشكالية. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرفت أخوي ديار، شرفتنا أخوي أحمد ببثك الجميل هذا الذي نستفيد منه دائما، وإن شاء الله يكون منبر لتوضيح، يعني منبر لطرح الأفكار السليمة ومحاربة الأفكار الشاذة والمبتدعة. موضوع حوارنا حيكون مع الأخ الكريم ديار حول صحيح البخاري. طبعا صحيح البخاري الجميع يعلم ما يمثل بالنسبة لكل مسلم، وما يمثل المسلمين كأهم كتاب ألفه المسلمون، وأهم كتاب في التاريخ الإسلامي، يعطي صورة واضحة جدا لقيمة التراث الإسلامي، ويعطي صورة واضحة جدا لطريقة علماء المسلمين الكبار الذين اهتموا بتدوين التراث الإسلامي بشكل عام، ومنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقتهم في التحري، طريقتهم في الدقة، تمكنهم في العلم، نبوغهم بشكل مذهل جدا، حتى أنهم كونوا أمة عظيمة جدا في الوقت الذي كانت فيه الأمة الإسلامية في زمن البخاري، وقبله بقليل وبعده بقليل. تعتبر العصر الذهبي، تسمى العصر الذهبي ليس للإسلام وإنما للبشرية ككل. تستطيعون ترجعون لكلام المستشرقين وغيرهم، عندما كانت بغداد تعتبر حاضرة العالم، كما كان يقول ياقوت الحموي: بغداد حاضرة العالم وما سواها فبادية. كانت بغداد عاصمة العلم في زمن الإمام البخاري محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى، بمعنى أنها مدينة تشبه أعظم مدن العالم في الوقت الحالي. في ذلك الوقت كان لا يضاهي أحد، وكان العلماء يهاجرون إلى بغداد من جميع أصقاع الدنيا، يهاجرون إليها، حتى أن الإمام محمد بن إسماعيل البخاري عندما سكن بغداد وأراد أن يذهب منها إلى نيسابور، أنكر عليه الإمام أحمد بن حنبل وقال له: تترك بغداد مدينة العلم والعلماء وتذهب إلى نيسابور، رغم أن نيسابور كانت مدينة علم كبيرة جدا، ولكن لا يقارن ببغداد. فالبخاري رحمه الله تعالى عندما نشأ، هو نشأ في بيئة علم وفي مجتمع ما بين عالم ومتعلم، وكانت تجارة العلم رائجة، وكانت الأمة العربية والإسلامية متقدمة فكريا عن الأمم. فألف هذا الكتاب بعدما عرف عنه رحمه الله تعالى من النبوغ ومن العبقرية منذ نعومة أظفاره، فكان أشبه لا يكون بالطفل المعجزة عندما كان طفلا. وهذا تستطيعون ترجعون له في ترجمة البخاري، احنا ما هنا حتى نسرد، لكن نعطي صورة. البخاري منذ أن بلغ 10 سنوات ظهرت عليه علامات النبوغ والذكاء المنقطع النظير. ثم بعد ذلك اشتغل بالتأليف واشتغل بالعلم، فأخرج أمهات الكتب التي قل نظيرها، سواء في كتابة التاريخ الذي يعنى بالتراجم، بتراجم جميع من روى للرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة، إلى طبقة البخاري رحمه الله تعالى، يقسمهم على شكل طبقات، ويقسمهم على الحروف الأبجدية ولكن في الطبقات. ثم بعد ذلك بدأ في كتابة الصحيح بعد إشارة من شيخ إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى بأنه يجب أن يجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، بعد أن انتشرت الأحاديث الضعيفة والموضوعة بشكل كبير جدا. وكان العلماء قد سبقوه بالتأليف في هذا الباب، مثل عبد الرزاق الصنعاني وابن أبي شيبة شيخه ابن أبي شيبة، والإمام أحمد بن حنبل وشيخ الحميدي وغيره، جميعهم كانت لهم كتب، ولكن لم يكن فيها كتابا مختصا بالصحيح. فاتجه الإمام البخاري ووجه جهده وما أتاه الله سبحانه وتعالى من علم، وما أتاه الله سبحانه وتعالى من ملكة ومن إدراك ومن توفر أسباب التميز بوجود العلماء والمتعلمين النبغاء في زمانه، فأخرج كتاب الصحيح في 16 عاما
ما يعادل 2600 رواية فقط بدون تكرار. إذا أخذنا البخاري بدون تكرار هو عبارة عن 2600 بخاري، مثل ما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه لصحيح البخاري. فالبخاري بذل جهد عظيم جدا، واشترط ما اشترطه العلماء من أن الحديث حتى نصل إلى الحديث الصحيح لدينا شروط قوية جدا نضعها، وهذه الشروط معروفة جميع طلبة العلم يعرفونها، في اشتراط السند واشتراط اللقيا واشتراط المعاصرة وما أشبه ذلك عند الإمام البخاري، واشتراط ثقة الرواه والانتقاء من أحاديثهم. وهذه من أعظم إنجازات البخاري رحمه الله تعالى، هي قضية الانتقاء. البخاري يؤمن أن الراوي الثقة قد يخطئ، ويؤمن أن الراوي الضعيف قد يصيب، فكان يلجأ إلى الانتقاء. وسبق ذكرنا في هذا البث بعض الأمثلة على ذلك، كيف أنه عندما يأتي إلى إسماعيل بن أبي أويس وهو شيخ ومعروف بالضعف يروي له 239 حديث لإسماعيل بن أبي أويس، ويرفع رأسه أمام الجميع ولا يبالي البخاري. نعم إسماعيل بن أبي أويس تقول أنه ضعيف، ولكن أنا محمد بن إسماعيل أنقل له في الصحيح. هل من اعتراض؟ لا يوجد اعتراض. حتى الدارقطني عندما ينتقد البخاري في الزامات التتبع لا يستطيع أن ينكر عليه حديثا واحدا تفرد به إسماعيل بن أبي أويس، لأنه لم يتفرد به لا حديث. من 239 حديث تفرد إسماعيل بن أبي أويس أو البخاري نقل له حديثين فقط تفرد بها، أحدهما موقوف على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، والثاني في فضل السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وأنها البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متن صحيح ليس بمنكر. قضية البخاري، قصة البخاري، قصة عظمة البخاري قصة طويلة جدا تبتدي ولا تنتهي. نفتخر بالبخاري مثل ما يفتخر غيرنا بجميع علماء أمة. يفتخر الغرب بأينشتاين، يفتخرون بإسحاق نيوتن، نحن نفتخر بالبخاري رحمه الله تعالى. يفتخر المسلمون بابن سينا، يفتخرون بالفارابي، يفتخرون بجابر بن حيان، يفتخرون بمن يفتخرون به بالبيروني وغيرهم من الفلاسفة والعباقرة. نعم نحن نفتخر فيهم، ونفتخر أيضا بمحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، الذي عندما ألف كتابه الصحيح عرضه على نبغاء عصره وعلماء عصره، لم يعرضوا على تلاميذه بل على من كانوا أعلى منه كعبا ومقاما، كالإمام أحمد بن حنبل شيخه رحمه الله، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني الذي يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. وأحمد بن حنبل هو من هو في علم الحديث الذي كان يحفظ ألف حديث، بمعنى مليون حديث. وكذلك يحيى بن معين رحمه الله تعالى إمام النقد وإمام الجرح والتعديل وإمام علم الرجال رحمه الله تعالى، فأقروه وانبهروا بكتابه الصحيح، ثم تلقته الأمة بالقبول. تلقت الأمة هذا الكتاب بالقبول، وأجمع العلماء على أن هذا الكتاب هو أصح كتاب ألف، أصح كتاب ألفه البشر، أنه لا يوجد كتاب يضاهي هذا الكتاب لا في صحته ولا في عظمته ولا في عبقريته. عبقرية الكتاب المليء بالأسرار، والتي إلى الآن لم يستطع أحد أن يبين جميع ما في البخاري من خفايا ومن محاسن ومن عظمة، تدل على أن هذا إمام حقيق بأن يكون هو تاج رأس المسلمين والمحدثين، وأنه لم يوجد في زمانه ولا بعد زمانه من يفوقه أو يقاربه علما ومكانة رحمه الله تعالى، ولذلك تلقته الأمة بالقبول. الأخ ديار أنا حضرت له كذا بث جزاه الله خير. الأخ ديار يكثر من انتقاد صحيح البخاري، وهو ليس وحيد عصره في ذلك. الناس كثير ينتقدون صحيح البخاري، ولكن نحن دائما نحسن الظن ونحسن النية بأي شخص يخالفنا، ونقول لعل وعسى الأخ ديار قد تكون لديه بعض الإشكاليات ربما لم يفهمها ولم يعرفها. أنا الآن سؤالي للأخ الكريم ديار بعد ما يعطينا مقدمة جزاك الله خير، وجدت لك انتقادات كثيرة دائما في بثك تسقط على محمد بن إسماعيل وعلى كتابه الصحيح، صحيح الإمام البخاري. سؤالي الأخ كريم ديار، هل أنت منكر للسنة بشكل عام؟ هل أنت لا تؤمن بكتب التراث بشكل عام، كتب التراث بما فيها السنة أم غيرها، أم أنت تؤمن بها ولكن لديك تحفظات على صحيح البخاري؟ وإن كنت تملك تحفظات على صحيح البخاري، هل هي تحفظات بناء على معطيات علمية، يعني علميا أنت لديك الأدلة والمستندات العلمية في نقد البخاري، أم أنها بناء على استنادات عقلية وليست علمية؟ عقلك الجميل الرائع لم يستوعب ولم يستطع أن يدرك ما في البخاري، فأنت تشكل على البخاري عقليا وليس علميا. أتمنى تفصل في هذا الشيء ونستفيد منك، الله يعطيك العافية. تفضل. شكرا أستاذ الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي سيد الموقر السيد محب أبو بكر. أنا أشكر فيك تحضرك ورقيك في طريقة المناظرة.
يا ليت كل الناس زيك بهذه الطريقة. أنا أشكرك مرة ثانية أستاذي، والشكر طبعا موصول للأخ مصري على هذه الاستضافة. شكرا جزيلا. نعم أستاذي الفاضل، أنتم تدعون أن البخاري هو ثاني أصح كتاب بعد القرآن الكريم، وأن كل ما فيه هو صحيح بالمطلق وغير قابل للنقاش. نحن كمحققون في هذا الموروث ارتأينا هنالك أخطاء. طبعا تساؤلك هو أول شيء كان هل أنت تؤمن بالسنة؟ نعم أستاذي، لكن لدينا تحفظات على بعض المرويات التي جاءت. وخليني أستعرض بعض التحفظات أستاذي الفاضل. أخطاء علمية وجدناها في صحيح البخاري، فاسمح لي أرجوك أنه أدخل في صلب الموضوع وأستعرض على حضرتك خطأ علمي موجود ولا يمكن تداركه إطلاقا. رقم الحديث 3208 في البخاري، وأكد عليه صحيح مسلم 2643، يقول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ الروح فيه ويؤمر ب4. قبل ما أدخل لل4، الآن في عندي خطأ علمي. أي إنسان مختص في علم الأجنة عندما يرى هذا الكلام راح يحكي لك لا، هذا كلام غير واقعي إطلاقا، هذا يخالف العلم. لماذا؟ لأن مدة النطفة الحديث يقول أنها 40 يوم، لكن علميا تتحول وتنغرس في الرحم خلال 5 و6 أيام. 2، مدة العلقة والمضغة الحديث يقول أن كل مرحلة تستمر 40 يوم وفقا للشرح كما تفضل ابن حجر العسقلاني. طيب، بينما علميا هذه المراحل متداخلة وسريعة. فالعلقة تتشكل في الأسبوع الثاني، والمضغة تبدأ في الأسبوع الثالث أو الرابع، وليس بعد 80 يوما. ثالثا، نبض القلب الحديث يشير إلى أن الروح تنفخ في الجنين بعد 120 يوما، بينما القلب يبدأ في النبض بعد 22 يوما فقط من الإخصاب. أنا راح أحيلك لعلم الأجنة، أي دكتور مختص في علم الأجنة هو اللي برد على هذا الموضوع. هذا خطأ علمي فادح، وأنا استعرضته على أطباء مختصين قالوا لا، هذا الكلام غير صحيح إطلاقا. وإذا بتحب أنا برسل لك دراسات علمية من جامعات مرموقة على مستوى عالمي تؤكد لك هذا الخبر. لكن أنت شوف الكارثة اللي موجودة الآن في الحديث. هذا أول 4 أسطر أو 3 أسطر كان في خطأ علمي. شوف اللي بعده الكارثة اللي موجودة. فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4. ما هي ال4؟ يكتب رزقه وأجله وعمله، ومن ثم شقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا، ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها. هون كارثة. لماذا؟ لأنه لو افترضنا أن صادفنا أنه ملحد، فبالتالي أن الله عز وجل كتب عليه الإلحاد منذ عندما كان جنين في بطن أمه، فلماذا يعذب بالتالي؟ ويؤكد على هذا الموضوع من؟ الإمام النووي في شرح صحيح مسلم أكد على الخبر هذا. طيب، وأنا كنت أتدارس ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري يؤكد أيضا أن والله الأعمال تكتب وفقا لما كتب عليك منذ عندما كنت جنين في بطن أمك. فيكمل الحديث ويقول: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. يعني لو حدا عمل كل المعاصي، كفر، شرك، كبائر، عجب بالدنيا، إذا كان مكتوب له الجنة وما بقي بينه وبين جهنم إلا وما بقي بينه وبين أهل الجنة إلا ذراع، فإذا كان مكتوب بغض النظر عن أعمالك،
إذا كان مكتوب عليك جهنم أنت لن تدخل الجنة. لأنه موجود هذه البرمجة مسبقة في جيناتك بأنه أنت يجب أن تعمل عمل أهل النار، ولا نقاش بالموضوع. هذا الحديث أستاذ الفاضل كفيل بأنه يخرج من الدين، يخرج الناس من الدين أفواجا. ما حدا راح يبقى على الموضوع هذا. ما هذا الكلام؟ هذا الكلام غير منطقي إطلاقا. هذا بمثابة ذم لكيان افترضنا فيه الكمال المطلق والتنزه والتنزه. أنا كل شوي فكرت مصري بتأشر لي أنت. أنا والله العظيم كل شوي بتأشر لي. كبسوا يا عمي، كبسوا، ذبحني، مش عارف أركز. طيب عشان أختصر على حضرتك، أول 4 أسطر من الحديث خطأ علمي في علم الأجنة فادح. هذا الكلام غير صحيح علميا. يجب أن يحال تلك الأسطر ال4 في بداية الأحاديث لأطباء مختصين في علم الأجنة. أما الباقي أستاذ هو قصف وضرب وذم بعدالة الله عز وجل. لا تكون العدالة بهذه الطريقة، أي أنه إذا أنت عملت بعمل أهل الجنة كل الأعمال الصالحة، صلواتك ال5 أو ما شابه وأعمالك كلها، وبقي بينك وبين الجنة ذراع، يكتب عليك، كان مكتوب عليك أنك أنت من أهل النار، فبالتالي أنت يجب أن تفعل أفعال أهل جهنم، فبالتالي أنت يجب أن تدخل جهنم. هذا الكلام لا يمكن أن يكون موجود في الرسالة. أنا أرفض أن يكون هذا الكلام موجود في الرسالة الخاتمة. هذا ليس رسالة خاتمة، هذا الكلام ليس رسالة خاتمة، هذا قذف وذم بالملكوت الأعلى. أستاذ الفاضل، أنا ما عندي شيء أقوله في صدد هذا الحديث. أنا بدي أسمع رد الشيخ الفاضل إذا أمكن. تفضل. شكرا يا طيب ديار. الله يعطيك العافية، الله يحفظك يا ديار ويوفقك إن شاء الله. ديار، أنا أتمنى أنك ما تحوز، يعني ما تنحرف بمسار حوار بيني وبينك بهذا الشكل. قضية حديث الأجنة، الدكتور محمد علي البار له بحث مستقل اسمه الإعجاز العلمي وبعض المواضيع التي لم تطرق من قبل إلا نادرا، وذكر حديث الأجنة وبالأدلة العلمية بشهادات كبار الأطباء وعلماء الأجنة أن هذا الحديث إعجاز علمي دليل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. تستطيع أن تصل لهذا البحث ببحث بسيط جدا في جوجل، تصل للبحث كامل للدكتور محمد علي البار. أثبت أن هذا الحديث عكس ما تقوله يا ديار تماما، عكس ما تقوله تماما. أنا لست مختص في الأجنة حتى أستطيع أني أتناقش معك. أنا آسف على المقاطعة. بتحب أبعث لك أستاذ البحث العلمي ما من فيش، جامعات ولا أبعث لك بعد البحث العلمي اللي عندي من جامعات، من باحث متخصص دكتور محمد علي البار. مستعد أبحث لك. بس دقيقة، أيوة بس بارك بس إذا بتحب أنت لا ما عندي، عندك ببعث لك إياها. ما عندي إشكالية. الإشكالية يا أخي الكريم، الإشكالية أكبر من هذا بكثير. أنت الآن تشكل على حديث منسوب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل إشكالك على محمد عليه الصلاة والسلام الذي قال هذا الحديث، أم إشكالك على البخاري؟ لابد أن تحدد، لأن هذا الكلام أنا قد أسمع من شخص ملحد لا يعرف صحيح البخاري ولا يهتم بالبخاري، هو يهتم بمحمد صلى الله عليه وسلم. يأتيني يقول لي محمد غير صادق، أو رسولك يدعي العلم وهو مخالف للأدلة العلمية التي تخالف العلم، فيبدأ ينتقد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. موضوعي معك أخي الكريم ليس في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موضوعي معك في صحيح البخاري. فهمتني؟ في صحيح البخاري. هل أنت ترى أن الرسول قال هذا الحديث عليه الصلاة والسلام وأنه لم يكن مصيبا فيه، أم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل إنما أخطأ البخاري ونسبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم كذبا وزورا والعياذ بالله؟ هذا يحتاج منك بارك الله فيك إلى سرد طريقة علمية حديثية أخطأ فيها البخاري، لأن هذا الحديث لم يسبقك أحد من علماء المسلمين على نقد هذا الحديث، بل أجمعوا الحافظ بن حجر، بل إن ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة وضع فصلا كاملا لهذا الحديث والإعجازات الموجودة فيه في هذا الحديث، وتكلم عليه بإسهاب وإطناب كبير جدا. قضية أخي الكريم نقد المتون ليست قضية سهلة يستطيع أي شخص أن يتجرأ عليه، والعلم متداول، والعلم فيه ما هو خطأ وفيه ما هو صواب، وفيه نتائج تطرأ تخالف النتائج السابقة وتغيرها. هذا أمر معروف في العلم العقلي والعلم الموضوعي الموجود في جميع العصور.
لكن أنا ببحث معك حديث يا أخي الكريم، مبحثي معك عن صحيح البخاري. عندما تذكر هذا الحديث أنا لا أقتنع بأنك مجرد تقول لي والله وجدت أبحاث علمية تقول بأن هذا الحديث مخالف للعلم، لأني أنا أتيك بأبحاث علمية معاكسة تقول بأن هذا الحديث هو متفق تماما سواء للمتقدمين مثل ابن القيم وابن حجر، وابن حجر تكلم عليه بإسهاب، والإمام النووي تكلم عليه بإسهاب على هذا الحديث في شرحه لمسلم، وكذلك ابن حجر تكلم عليه بإسهاب، وأتى علماء مسلمين معاصرين ودكاترة مختصين وقالوا بأن هذا الحديث دليل في الإعجاز العلمي. إذن إشكالك بقضية أن الخطأ العلمي في الحديث أنا أسقطه بما ورد لدي من أنه دليل على الإعجاز العلمي، فكلامك يسقط بكلامي. أنا لست مختص وأنت لست مختص أخي الكريم في علم الأجنة، وأنا مقتنع بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما نقله عنه البخاري، ولا تستطيع أن تشكل عليه بمجرد أن أتيت لي بحث علمي في جامعة معينة تسقط هذا الحديث. الآن أخي الكريم أنا أتمنى منك عندما تشكل على صحيح البخاري أن تشكل إشكال علمي أستطيع أن أتحاور معك فيه، أما تأتيني بمتن لم يسبق أحد أو اذكر لي من العلماء المسلمين على الأقل من أنكر هذا الحديث وقال بأن هذا الحديث منكر. لا يمكن الرسول يقول لأنه يخالف علم الأجنة زي ما تفضلت، أما أنه يجمع علماء المسلمين عليه والأمة تجمع عليه وتقول لي لا والله العلم الحديث لا يتفق معه. لماذا يا أخ ديار؟ والله أنا قرأت بحث في إحدى الجامعات العلمية في أوروبا ولا في أمريكا، هذا البحث يقول بأن هذا الكلام مو صحيح. اعذرني يا أخي الكريم، أنا لن أتنازل عن تراثي، لن أتنازل عن ديني، لن أتنازل عن علمائي لمجرد بحث علمي وجد في جامعة غربية وأنا أعلم أنهم هم أنفسهم مختلفين وليس لديهم يعني ثبات في مسألة معينة. أنا سألت أخي الكريم ديار هل تؤمن بالسنة؟ قال نعم أنا آخذ بالسنة، ولكن لدي إشكالات على البخاري. أخي الكريم ديار، إشكالاتك على البخاري هذه إشكالاتك على البخاري وأنت تقول أنك إنسان مؤمن بالسنة. حقيقة أنا والله فاجأتني يعني بطرحك، أنا متوقع يعني طرح مختلف تماما، لكن إشكالاتك على البخاري بارك الله فيك وإيمانك بالسنة، هل يوجد لديك حديث صحيح أو كتاب صحيح أصح من البخاري؟ حتى لو افترضنا بكل ما قلت به أن البخاري فيه عدد من الأحاديث، أنا ماني عارف عدد الأحاديث عندك، البخاري فيه 2600 حديث من غير المكرر، كم عدد الأحاديث التي تنتقدها أنت على البخاري يا ديار بناء على الأدلة العقلية؟ أن تقول بأنها على أدلة عقلية فقط أو ما أدري هذه تعتبرها أدلة علمية اللي ذكرتها أم لا. كم عدد الأحاديث التي تنتقدها على البخاري؟ وهل يوجد كتاب في التراث العربي والإسلامي الذي تؤمن به وتؤمن بالسنة أنت، هل يوجد لديك كتاب أصح من البخاري تستطيع أن تحيلنا إليه، أم أنت تتفق معنا أن البخاري هو أصح كتاب موجود لدى المسلمين بل لدى العالم بأجمع، ولكن ديار الفلسطيني له إشكالات على عدد معين من الأحاديث؟ وأتمنى تذكر لنا عدد الأحاديث اللي عندك لو تكرمت. تفضل. شكرا زاد فضلك أستاذ الفاضل. أستاذ الفاضل، أنا لم أسمع إجابة إطلاقا، أبدا لم أسمع إجابة. أنت تقول أن هنالك أحدهم من قال ببحث علمي بأن علم الأجنة كذا وكذا وكذا. أنا عندي 4 أبحاث علمية من جامعات مرموقة تثبت أن هذا الحديث خطأ علمي فادح. يا رجل، مرأة هي حامل بالأسابيع الأولى سوف تقول لك هذا الكلام خطأ، لأن هي تعلم شو عم بصير في داخل أحشائها. مرأة مش إلا مختصة في علم الأجنة. لكن على كل حال أنا ما سمعت حتى رد من عندك على بقية الحديث أستاذي، أنه مكتوب علينا منذ عندما كنا في بطون أمهاتنا شقي أم سعيد. هذا ضد العدالة السماوية، هذا ضد عدالة الملكوت الأعلى. ليس هكذا تعرف الرسالة الخاتمة. هاي واحدة. 2، أستاذي الفاضل، أنت تقول أنت تشكل على أحاديث، أعطينا كتاب أصح. أنا أصلا لا أعتقد بالإجماع. أولا يجب أن تعرف لو أجمع كل علماء الأمة الإسلامية على حديث ما، هؤلاء ابن القيم وغيره أستاذ الفاضل وابن حجر لم يدرسوا العلم، لم يدرسوا علم الأجنة، ولو كانوا في زماننا الآن وألقوا نظرة على علم الأجنة لما أجمعوا على هذا الحديث. ثم إنه أنا أنزه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا النوع من الكلام. هاي واحدة. 2، أنا عندي في صحيح البخاري الحديث الأول أستاذ أنت ما رديت عليه. الحديث الثاني أستاذ الفاضل اللي هو 7491، وهذا أكبر نقطة ضعف موجودة في البخاري أستاذ الفاضل. يقول يؤذيني ابن آدم عندما يسب الدهر. أنا الآن عندي الملكوت الأعلى يتأذى. أصغر تلحود أستاذ مختص في علم الميتافيزيقيات، علم المواريات، عندما ينظر إلى هذا الكلام راح يحكي لك هذا الكلام خطأ،
هذا لا يمكن أن يكون متواجد. شو هذا؟ الله يتأذى؟ لديه مشاعر وفقا لما جاء عندي بالبخاري. الراوي عندي أبو هريرة. أستاذ الفاضل، هذا النوع من الأحاديث كفيل بأن الأجيال القادمة أن تكفر بالله عز وجل. سوف يدخل المد الإلحادي قادم وبقوة، سوف يدخل إلى بيتك وإلى بيتي بسبب هذه الأحاديث. لكن نحن أمة غير ناضجة نقول أنه فيما سبق من العصور التي ذهبت أجمعت الأمة على هذا الحديث، وليس من حقنا أن نعترض. هذا الكلام خطأ أستاذ الفاضل، أخطاء علمية فادحة موجودة. أنا عندي ملف كامل إذا بدي أستعرض على حضرتك، أنا مسميه الأخطاء العلمية الموجودة في صحيح البخاري. ما راح نخلص، صدقني ما راح نخلص. آن الأوان للتخلي عن القولة القائلة أن البخاري ثاني أصح كتاب بعد القرآن الكريم. آن الأوان للتخلي، يجب أن ننتقي الكرز. وأنا من منبر الأستاذ أحمد المصري أوجه رسالة لجميع شبابنا وشاباتنا من أهل السنة والجماعة أن ينتقوا الكرز. إياك أن تدع علماء فيما يسمون علماء، طبعا أنا أنفي، إحنا ما عندنا علماء أصلا، أن يفكروا عنك أو أن يقرروا عنك. أنت افتح هذا الكتاب وقارنه في العلوم الحديثة اليوم، قارنه هل يصح هذا الكلام أم لا؟ قارنه هل يواكب، هل نستطيع تطبيق هذا الكلام في عصرنا الراهن؟ أنت أفعلها. أستاذ الفاضل، أنا ضد الإجماع، هاي واحدة. اثنين، أخبرني كيف يتأذى الله عز وجل؟ هذه أنا ما فهمتها بصراحة. قرأت الشرح لابن حجر العسقلاني وغيره. أستاذ الفاضل، ترقيعات لا منطقية. أنا لازلت مصمم أستاذ تخبرني شلون عم بتأذى رب العزة. إذا كان الله عز وجل يتأذى فأنت نفيت القول القائلة، الآية القائلة ليس كمثله شيء. أنا بانتظار رد من عندك أستاذ في صلب المتن، أرجوك ما تخرج خارج الموضوع، بانتظارك. طيب الله يعطيك العافية يا ديار. أنت ما جاوبتني إذا كنت مؤمن بالسنة من هو أصح كتاب. أنت قلت لا تأخذ بالإجماع، بكيفك لا تأخذ بالإجماع؟ لا أستاذ، أصح كتاب هو القرآن. بعد القرآن. لا يوجد كتاب الفيزياء. حلو بس جميل جدا. خلاص قفل. إذا لا يوجد، كل الكتب اللي عندنا في التراث الإسلامي ضعيفة، كل الكتب اللي عندنا باطلة، كلها لا يوجد كتاب صحيح عندنا. يجب أن نلغي التراث، وبالتالي لا لم أقل هذا أستاذ، قابلة للنقد، فيها الصحيح وفيها الصواب، فيها الخطأ. القرآن الكريم صحيح عندك؟ افتح الكتاب. القرآن الكريم صحيح عندك؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. يؤذون الله، كيف يقع الإيذاء على الله؟ تفضل. لا أستاذ، هذا هنا تعبير مجازي. يعني تعبير مجازي في القرآن؟ لا، يعني تعبير. في القرآن عندما تؤذي الرسول صلى الله عليه وسلم أنت هنا تأذي الملكوت الأعلى، لكن تعبير مجازي. لكن هنا ليس تعبير مجازي. إن الذين يؤذون الله. أنت تنكر حديث الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. تقول كيف للبخاري أن ينقل في صحيح هذا الحديث يؤذيني؟ كيف لله أن يؤذى؟ هذا سؤالك لي. أخبرني كيف لله أن يؤذى الله في القرآن؟ والله إذا كان المعنى عندك في القرآن الكريم أن الله يتأذى حرفيا، الناس كلها راح تكفر، لأن الله عنده مشاعر. أنا ما عندي إشكالية، ما عندي، اتركنا من التفصيل. الآن ثبت الإيذاء لله في القرآن ولا ما ثبت؟ لا ليست بالطريقة اللي أنت تفضلت فيها. أنا ما أتكلم عن الطريقة التي تحمل عليها القرآن، احمل على البخاري بنفس الطريقة التي تفسر فيها الآية القرآنية. كان جدير بك أن تفسر بها ما روي في البخاري، لأن الإيذاء وقع في كلا الحالتين. لماذا؟ لحظة، أنا أريد أن أسألك سؤال. لماذا تحسن إذا كنت مؤمنا حقا بكتاب الله تحسن الإخراج لما تراه مشكلا في القرآن الكريم، ولا تتعب نفسك بإخراج ما تراه غير صحيح في البخاري بدلا من رده؟ تفضل. طيب شكرا، زاد فضلك. قبل التساؤل تبعك أستاذ، أنا بس حابب أفهم من عندك، هل تعتقد بالتفسير القائل أن الله شخصيا يتأذى، له مشاعر؟ يا أخي ما هي قضيتنا. أنا ممكن أجري معك جدلا، أقول لك يا عمي أنا معاك. القضية قضية إثبات ونفي، القضية ليست قضية إثبات الإيذاء من عدمه. فقط أنا بحاول أخذ من عندك إجابة. لا أنا معاك في كل ما تقول به. كل ما تقول به طيب. في القرآن الكريم أنا أتفق معك فيه وأسير معك فيه جدلا. في البخاري تقول بأن هذا الإيذاء مجاز، أقول لك احمله على البخاري وقل مجاز وانتهى الموضوع. لماذا تشنع على البخاري؟ لا هنا أخي الكريم سوي كتب.
انت لو ادخل تكرر. مداخلتك استاذ، ادخل، انا خليني اي اسوي انا اليوم. بدخل تفضل. مداخلتي، ما في اشكاليه. الناقد اخي الكريم، نحن دائما نبحث عن نقد مستقيم، نبحث عن نقد معتدل، ناقد يضع الانسان قاعده مضطرده ويسير عليها بشكل مستفيض، وهذا ما يفعله علماء المسلمين. نحن لماذا نقول البخاري اصح كتاب؟ لان لا نستطيع ان نجد في البخاري امرا شاذا، كل ما في البخاري تجده في الصحيحين وفي الكتب الاخرى، بل تجده في القران الكريم. عندما تشكل انت على البخاري، انت لا تعلم انك تشكل على كتاب الله سبحانه وتعالى. وعندما تدعي، وانا مؤمن انك صادق في كلامك، تدعي ان القران الكريم منزه عن الخطا وتتاول بما شئت للقران، انا لا اتفق معك في طريقه التاويل، وانا اثبت ان هذا من كمال الله سبحانه وتعالى، مثل غضبه سبحانه وتعالى. الله يغضب على محارمه سبحانه وتعالى، والله يتاذى، وهذا من كماله سبحانه وتعالى. لا يتاذى على الباطل رب العزه والجلال، وانما يتاذى على الحق. عندما يرى محارمه تنتهك يغضب سبحانه وتعالى، وهذه صفه كمال وليست صفه نقص. لكن انا لن اخذ معك في برية الطريق. أنا أتمنى منك ومن كل شخص نكراني يتكلم عن البخاري أن تكون له قاعدة ثابتة. قبل كذا تكلمنا مع الدكتورة حنان في نفس القضية، تشكل على البخاري أنه ليس له نسخة مكتوبة في زمن البخاري. قلنا أنت تسقطين التراث الإسلامي كله وتسقطين القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم ليس له نسخة موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لا، كيف تقيس؟ لا، أنا أقيس لأني أنا صاحب منهج ثابت ومتزن. أنا أضع منهج وأضع احترازات على منهجي. أنا أعلم أنني إذا تم دخل علي من صحيح البخاري وأسقط البخاري لن يكون هناك صعوبة في إسقاط القرآن الكريم، لأن بنفس الطريقة أخي ديار التي تسقط بها البخاري كل ما تذكره من إشكالات على البخاري سوف آتيك بمثله في القرآن الكريم. فبالتالي إسقاطك للبخاري يستلزم إسقاطك للقرآن الكريم، وهذا ما يريده أعداء البخاري أو أعداء السنة، أنهم في الحقيقة أمرهم أعداء لدين الله سبحانه وتعالى، يكلون بمكيالين، والكيل بمكيالين ليس منهج النقاد وليس منهج المنصفين. الناقد يضع قاعدة مضطردة، هذه القاعدة يسير عليها بشكل كامل، وأي شبهة تواجهه أمام هذه القاعدة يقوم بنسفها ولا يبالي. أما أن نكل بمكيالين نتعامل مع القرآن الكريم، ولا شك أن القرآن الكريم هو أصح كتاب، نحن لا نساوم في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن نجد أن إسقاطاتكم على البخاري إسقاطات بسيطة جدا لا ترتقي لمستوى النقد، لأنكم بها تسقطون القرآن الكريم. والآن أنت في قضية الإذاعة مجرد ذكرت كلمة في القرآن الكريم بدأت تلبخ. طيب أخي الكريم، أنت تقول أنك لا تؤمن بالإجماع. طيب أخوي ديار، هل تستطيع تأتيني بحديث ورد به البخاري؟ حديث واحد تنكر على البخاري، لأنك أنت هذا الحديث حديث الأجنة موجود في البخاري، مسلم، سنن أبو داود، سنن الترمذي، مسند الإمام أحمد، وأعتقد سنن النسائي موجود فيه أيضا، وفي عشرات الكتب. يعني أنا مستعد ألغي من البخاري عشان عيونك يا ديار، أنا ألغي من البخاري خلاص يا أخوان. ديار لا يزعل علينا اليوم، سووا إكس على حديث الأجنة، ما في إشكالية. لكن هذا الحديث موجود في كتب المسلمين بشكل متواتر، يعني لا يوجد كتاب من كتب السنة تقريبا المعتمدة المعروفة إلا ما ذكر حديث الأجنة فيه. فأنت إشكالك هل تستطيع أن تأتيني، سؤالي لك، هل تستطيع أن تأتيني بحديث واحد تفرد به البخاري وتنكره يا ديار عليه، أم أنك تريد من إسقاط البخاري إسقاط التراث الإسلامي؟ أتمنى تقول بصراحة إسقاط التراث الإسلامي بشكل عام. تفضل. لا يوجد حديث تفرد به لوحده البخاري، مذكورة الأحاديث في السنن كما تفضلت أستاذ، وأكد على تلك الأحاديث أحمد في مسنده. نعم أنا أقر لك هذا الشيء، لكن هذا النوع من الأحاديث يجب أن يتم ضربه أينما تواجد أستاذ الفاضل. طيب الآن أستاذ الفاضل، الحديث الأول أنا ما سمعت من عنده إجابة. هو بيقصد يا ديار، ما سمعت. علشان برضو الناس اللي بتتهمك، إجابتك على السؤال برضو للناس اللي بتتهم. هو بيقول لك أنت جاي ناوي تضرب العقيدة والدين، ولا أنت عندك بس هي الموضوع عندك استشكال في بعض الأحاديث اللي هي لا هو هذا النوع من الحديث أستاذ مصري أينما وجد، إذا كان في السنن أو في مسند أحمد أو في البخاري يجب أن يتم ضربه. أنت عندك استشكال في حديث أو 2 أو 3 أو 100، إنما القصة معاك مش قصة إنك داخل على الدين الإسلامي وعاوز تدمره زي ما احنا بنقول. لا أبدا، شو أدمره؟ لا، وين قاعدين احنا؟ لا أستاذ الفاضل، لا. يعني الاستشكال بتاعك في بعض الأحاديث بس. خلي بالك يعتبر المناظرة دي الثانية اللي هتنزل على اليوتيوب، فعاوزين الكلام ده هيوصل مش هنا بس على البث يا ديار، الكلام ده، لان في ناس بيقول لك اصل هو قال، اصل حصل منه كلام قبل كده. اسمعني بس،
اصل حصل منه كلام وهو قال بنفسه انا داخل اضرب العقيده والمعتقد، انا داخل اهدم الدين، انا داخل. الكلام ده مش هيشوفه ناس على الابليكيشن هنا بس، الكلام ده ممكن بعد كده هينتشر، لانه هيبقى على قناه والقناه الكلام هينتشر، ومش على قناه على اليوتيوب بس، ده يوتيوب وتليجرام وفيسبوك، الموضوع هينتشر. فانت الراجل سألك سؤال، السؤال بسيط جدا، انت داخل لضرب العقيدة ولا داخل عندك استشكال؟ ده سؤال محب. لا وغير لا لا، ناس ضرب كتير. العقيدة انت ايش تعرف احلى استشكال؟ حاجة في النقاش الهادي ايه يا ديار؟ احلى حاجة في النقاش الهادي المحترم ان انت شفت بتتكلم بهدوء ازاي، لا بتتخانق ولا بتتشنج ولا بتعمل ولا جاي ولا طعنت. يعني انت حتى في لما بتقول الاحاديث عندك، انا بشكرك في دي، انك بتغير الاسلوب، غيرت اسلوبك 180 درجة، دي انت تستاهل الشكر عليه. فلما تيجي تتحاور والحوار يبقى بين طرفين، لازم تظهر له انت عاوز ايه، لان الناس تعرف ان يجي 300 واحد بيسجلوا كلمة منك غلط دلوقتي او تصريح منك غلط دلوقتي، فانت بين أستاذ مصري، بين للناس. بس أستاذ قول لي. مصري، أنا ما غيرت أسلوبي إطلاقا. طالما الشيخ محب أبو بكر محترم معي، أنا أقدم له كل احترام وتقدير. طالما إذا في واحد بده يتطاول علي، لا، أنا راح أمد لساني عادي جدا وراح أدعوس. أنا ما عندي يوم لو مرحمين. انا لا دعوس، لو انا ما خدتلكش حقك بصرف النظر يعني. لا، انت يعني أنا على أقول في يقين، بثي انت أو في على أي يقين مسرح. وباصم، انت على يقين وباصم بالعشرة ان ما فيش حد يجرؤ انه يجي عليك او يشتمك او يقل ادبه عليك، انت على يقين بده، انا عارف انك متاكد من دي. بس عاوزين علشان الموضوع يبقى قدام ال 500 واحد ولا 470 واحد مفيد، كل حد يرد على السؤال اللي بيتوجه له. هو بيقول لك انت جاي همك العقيده وضربها، لان تقريبا هو سمع كده يعني، ابو بكر سمع كده، المصري سمع كده، غير المصري كتير سمعوا كده. انت النهارده لازم تعلنها صراحة، لو عندك استشكال قول عندي استشكال. أنا شوف اطلع مخاوفي وين. شوف أستاذ مصري، قبل ما أدخل مداخلتي بس على السريع، أنا أقول في براحتك يا الأجيال حبيبي، براحتك، القادمة. انت هنا حر، انت هنا حر وتتكلم شكرا. براحتك. وانا عارف انك هتراعي ان حد مسلم سني، وانا مع ابو بكر مليون في المية وضدك، فانت محترم دي فيا برضو، يعني انت محترم ان انا جايبك عندي بس وانا ضدك، بس ليك كل الاحترام. الله يعزك يا رب، الله يعزك. شوف أستاذ الفاضل، أنا سبق وقلت هذا الكلام ولا زلت أنا راح أقوله. مشايخنا غير ناضجين، غير مسؤولين. لماذا؟ أنا وجهت هذه الإدانة وهذه التهمة لساداتنا وكبراءنا. لأنه الأجيال القادمة عقول مستقلة، لا يمكن اغتيالها بوحش الأيديولوجية، لا يمكن برمجتها، لا يمكن التفكير عنها أو التقرير عنها. هذه عقول مستقلة 100%. أولادي وأولادك لن يرحمونا إطلاقا في طريقة فهم الأمور. لأنهم واقفين على أرضية معرفية صلدة جدا، ولا يحتاجون إلى مفتي أو ما شابه. هذه واحدة. اثنين، أنا أمامي أحاديث أستاذ الفاضل إذا وقعت بيد الأجيال القادمة سوف تكفر حتما. ديار 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 عشان لا يروح الوقت علينا. انا والله انشغلت مع لها الشغله، بس انا بقول لك على شغله واحده. شوف قضيه الانشاءات دي انا ما احبها، فهمتني؟ الحمد لله احنا على عقيده سليمه، علماءنا لم يضرونا، علماءنا نفعونا، علماءنا بصرونا، ان شاء الله نزعم اننا على عقيده سليمه، نستطيع ان نرد على النكرانيين، نستطيع ان نرد على العلمانيين، نثبت بالادله القطعيه ان ديننا هو افضل دين، وان تراثنا هو افضل تراث، وان كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالاسانيد الصحيحه نتقبله لانه يوافق العقل والنقل. قضيه يعني الخطب المنبريه ذي انا ما احبها منك، فهمتني؟ قضية كونك أنت قد لا تدرك هذا الشيء، لا يجب عدم أنا إدراكك لا هذا، أوجه أستاذ هذه أن الخطبة تجعله مش على لك. الأمة. الخطبة هذه لا الخطبة لا أنا كانت أتكلم، لسيد المصري. طب لا أنا محب أتكلم بشكل عام، بشكل عام. الآن أنا معلش، أيوة. سؤالي لازم ندي الفرصة له ان هو يجاوب على السؤال، فسيبه أنا يجاوب على السؤال. أنا أستاذ الفاضل، هاي مداخلتي، ممكن تسوي ميوت؟ شكرا. في عندي حديث يقول أن حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان مهلوس مجنون. حرفيا الحديث يتهم رسول الله بالجنون، يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. يعني كيف؟
يعني هو الرسول عم بتخيل انه عم بيسوي شغلات وهو ما عم بيسويها، عنده كيمياء الدماغ مضروبة، خلل في طريقة تفاعل كيمياء الدماغ، يهلوس. قد يقول قائل طب ما موسى عليه السلام سحر، لحظة، هذاك خداع بصري صار له، خلينا لكن بص موسى بص عليه بص 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 حبيبي ديار يعني بدون كلمة يهلوس يعمل يقول هي يعني انت حقيقة. التعريف بص العلمي، حبيبي التعريف حبيبي العلمي حبيبي حبيبي انا بقول المصطلح لك حبيبي علميا واخويا هلوسة. حبيبي واخويا انا بقول لك حبيبي واخويا. انت بتتكلم عن اشرف الخلق، انت بتتكلم عنه، قول الحديث يعني أنا وحب مش قلت الامور لك هنا. أنا أنزه رسول الله صلى الله عليه ايوه وسلم؟ برافو عليك. أنا مش لما قلت نيجي هذا نتكلم الكلام؟ عن اشرف الخلق، لما نيجي فإذا أنت نتكلم بدك عن اشرف، تعتب، إذا بدك تعتب على كلمة ممكن يكون مهلوس، أستاذ، مفهومك اعتب يا على ديار الحديث غلط. مش علي. حبيبي يا ديار، حبيبي يا حبيبي انا بعزك وانت عارف ان انا بعزك. آه. ربما يكون مفهومك غلط، انت تندم انك قلت انه يهلوس لا او لا لا أستاذ، لا اسمع ابن حجر العسقلاني اللي قر هذا الموضوع كمان في الشرح، أنه مفهوم خاطئ. اسمع أستاذ، وبعدين اللغة واضحة جدا هنا، لا تحتاج إلى شروحات. يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. برأيك لو شفنا واحد بالشارع اليوم يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، طبيا شو اسمه؟ مهلوس. هذا الاسم الطبي، شو أسوي لك أنا؟ هذا التعريف العلمي. قد يقول قائل أن والله هذا السحر، لحظة، أنا في عندي آية قرآنية، وقال الظالمون ما تتبعون إلا رجلا مسحورا. هذا لو بدك أنت تقرر لي إياها على أنه سحر، أنا مش مشكلة يا أخي، سحر مش مشكلة، بس مش لدرجة أنك أنت تطعن في دماغ صاحب الرسالة الخاتمة وتقول له هنالك خلل في تفاعلاته الكيميائية. أنت الآن تنسب الازدراء لسيد الخلق. أنت الآن تنسب الازدراء، أنت تقول سيد الخلق كان يهلوس، أنت تقول بفمك، من فمك أدينه، مش أنا اللي أقول. أنت بتعرف هذا الملحدين الآن مواقع بيدهم هذا الحديث؟ أنت بتعرف أصغر تلحود إذا طلع لنا بهذا الحديث بيمسح الأرض فينا، أقسم بالله. أنا أولادي لو سمعوا بهذا الحديث راح يلحدوا. لماذا؟ راح يقول لك ما الدليل على أن الوحي ليس من خيالاته؟ لا يوجد دليل، مجرد أقوال. أنت تقول والله هو لم يصب عقله بالرسالة، لا، أصاب عقله فقط بالأمور الشخصية. هذا الترقيع، هذا بتسولفه مع نفسك. الأجيال القادمة ما راح ترحمنا، هذا خطير. لدرجة أن تطاول البخاري أكثر على صاحب الرسالة الخاتمة وقال أنه كاد أن ينتحر. يتردى من شواهق الجبال، فكلما تقرب من ذروة الجبل كي يلقي بنفسه تبدله جبريل فقال له أنت رسول الله. أنت بتعرف مين اللي بيتجاوز غريزة البقاء وبده ينتحر؟ المريض. علميا المريض نفسيا. أنت الآن شو قلت لي؟ قلت لي أنه مضروب في دماغه، يخيل له أنه يفعل الشيء ولا يفعله، ثم أكدت على الموضع على أنه مريض نفسيا وكاد أن ينتحر. قد يقول قائل هذه من إضافات الزهري. نعم، إضافات ولا مش إضافات، أنا ما بهتم، أنا شيل هذا الكلام. هذا الكلام خطير على الأجيال القادمة. أنت تذم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تقول لي أن دماغه مضروب، ثم تؤكد في حديث ثالث على أنه مضروب دماغه بقولك في رزية الخميس أنه يهجر، أي أنه يهدي. هكذا شرحها الإمام النووي. وابن حجر العسقلاني أكد على كلمة يهجر أي أنه يهدي. تارة طلعتون الرسول في الصحيحين أنه يهدي، وتارة أخرى طلعت لي أنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، مضروب في كيمياء الدماغ، يهلوس. وتارة أخرى طلعت لي بده ينتحر، وهذا تجاوز غريزة البقاء أستاذ الفاضل، فبالتالي هو مريض نفسيا. 3 أحاديث كفيلة بأنه تخلي الأمة تكفر. 3 أحاديث خطيرة جدا موجودة في الصحيحين، ثم تدافع بشراسة وبجزارة وبكل جراءة وجسارة عن البخاري، وتنسى الذنب الموجود فيه لدماغ صاحب الرسالة الخاتمة، بل أشرف الخلق والمرسلين، محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أنا عن نفسي لما وقعت عندي هاي ال3 أحاديث شلتها وقذفت فيها في سلة المهملات. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يهدي، أنت الذي كنت تهدي. 1. 2. دماغه لم يكن يخيل إليه أنه يفعل شيء ولا يفعله.
أنت الذي تهلوس وليس الرسول. أنا أدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 3، تقول لي مريض نفسيا كاد أن ينتحر عندما فتر الوحي فترة. أنت الذي هو تريد أن تنتحر وليس صاحب الرسالة الخاتمة. فهو حديثي أنا عشان أنهي مناقشتي، أنا أنزه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الحديث. بس عتبي على البخاري وانت بتكتب الحديث قاعد وبتنقله لنا، انت ما فكرت انه هذا ضربة لصاحب الرسالة الخاتمة؟ انت ما فكرت انه ممكن في ناس تيجي تتفكر خلف تلك الأسطر وتقول لك ما هذا الكلام؟ تريدونني أن أتبع مسحورا كان يهلوس وكان يريد أن ينتحر وكان يهدي في تارة أخرى؟ باعترافك أنت خطيت هذا الاعتراف بيدك. ما هذا؟ فالكفر والضلال والله راح يكون أشرف لبعض الناس من اتباع رجل بهذه الطريقة. وأكرر، أنا أنزه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الأحاديث الثلاثة. أنا لم أسمع للسيد الشيخ أي رد على الأحاديث اللي طرحتها. الحديث الأول أبد تجاوزه ولم يرد. الآن 3 أحاديث أمامك تطعن بدماغ الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا أريد أن أسمع من عندك رد على هذه الأحاديث أستاذ، وليس كلام إنشائي. أنت اتهمتني أنه أنا بأدي كلامات إنشائية، أنا دخلت لك في صلب الموضوع. معك المايك. تفضل يا محمد. طيب الله يجزيك خير يا ديار. والله أنا نفس التهمة أتهمك بها يا ديار. أنت ما ليش تطرح طرح علمي، أنت تطرح طرح إنشائي، يعني تتصدر المنبر وتتكلم بكلام احنا شبعنا من سماعه. عندما تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر تخشى من الاستدراك عليك فتقول أيضا موسى سحر. طيب موسى خيل إليه، إيش الإشكالية في الرسول صلى الله عليه وسلم خيل إليه؟ تقول بأنه خيال بصري، أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم خيال بصري. والثابت أنه كان فيما يأتي به نساءه، يخيل إليه عليه الصلاة والسلام أنه يأتي نساءه ولا يأتيه، بمعنى أنه يهم بأن يأتي نساءه عليه الصلاة والسلام ثم لا يأتيه، وهذا خاص بين الرجل وزوجته. ما هي الإشكالية في هذا الشيء؟ الإنسان يتخيل حتى يتخيل في منامه، ولكن هذا لا يعني بأنه مخالف للواقع. هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصحابة رضي الله عنهم أو من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما يخل بنبوته؟ مجرد كلمة تخيل. كان يخيل إليه أنه يهم بالشيء فلا يفعله. وفي رواية أم المؤمنين أنه يأتي نساءه، وحملها جميع شراح الحديث على أنه يخيل إليه أنه يأتي نساءه فلا يأتيه. يا أخي الكريم، البخاري الذي نقل هذا الحديث والسيدة عائشة التي نقلت هذا الحديث الذي يتعلق بسحر النبي صلى الله عليه وسلم، هل نقلوا شيئا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خيل إليه في أمور المسلمين؟ لا أتكلم في أمور الشرع، في أمور المسلمين. خيل إليه في أمور المسلمين ما يستوجب أن يطعن في رسالته صلى الله عليه وآله وسلم. تقول تنكر السحر وأنت تثبت السحر بالقرآن الكريم. أنا قلت لك إشكالتك مع القرآن الكريم يا ديار ليست مع البخاري، لأنك أنت لا تستطيع أن تأتيني بأمر تفرد به البخاري لم يوجد في القرآن الكريم. كله موجود في القرآن الكريم، لكنك تحسن الدفاع عن القرآن الكريم وتسيء الدفاع عن البخاري بحجة والله العظيم ديار ما هو عاجب صحيح البخاري، لكن القرآن الكريم أنا مؤمن به، هذا زعمك وما في إشكالية. موسى يخيل إليه من سحر من تسعى، نبي من أولي العزم. هذا الخيال ماذا كان يترتب عليه؟ خيال بصري. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه خيالا بصريا أنه يفعل الشيء ولا يأتيه. ما هي هذه الأشياء التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام والتي تقدح في وحيه، تقدح في رسالته؟ من الذي عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر غير زوجاته عليه الصلاة والسلام؟ ومن الذي أخبر بفك السحر عنها غير زوجاته؟ إذن كيف تقول لي بأن والله لو سمع أبناءنا هذا لقالوا نحن لا نتبع هذا النبي المسحور؟ أنت تصور النبي صلى الله عليه وسلم بصورة غير صحيحة، صورة مبنية في ذهنك فقط، لم تستفدها لا من صحيح البخاري ولا من أي رواية صحيحة، وإنما استفدتها من مجرد التخيل الذي تريد به إسقاط البخاري ولا تستطيع. تقول بأن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهلوس والعياذ بالله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي كالمجنون. يا أخي إثبات هذا الشيء أن النبي كان يمشي كالمجنون وأن النبي كان يمشي مهلوس أولى من إثبات أنه كان مسحور. لو وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان والعياذ بالله يصاب بالهلوسة أو يصاب بما يعني افترضته أنت وحاش النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لكان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك عنه أولى من ذكر السحر. يقول أنا أنكر على البخاري هذا الحديث لأن عقلك لا يستطيع أن يصل لمرتبة عقل البخاري، وهذه مشكلة نحن ذكرناها. أنت عقلك لا يستطيع أن يصل لمرتبة عقل البخاري الذي ذكر الحديث، لأن عقل البخاري كبير جدا. عقل البخاري يتقبل هذا الحديث وعقول المسلمين تتقبل هذا الحديث، وليس فيه أي طعن لا في الرسالة ولا طعن في النبوة ولا خدش بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هي معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله فك عنه سحر اليهود الذين أرادوا تدمير النبي صلى الله عليه وسلم وفشلوا في ذلك، مثل ما حاولوا تدميره بالقتل بالسم، حاولوا تدميره بإيراد الشبه عليه الصلاة والسلام، استخدموا السحر
على النبي صلى الله عليه وسلم، وفشل مع ذلك السحر. يعني ليس بهذه البساطة أنا أستطيع والله أن أسقط صحيح البخاري ولا أسقط رواية. ليش؟ لأن والله عقلي البسيط لا يستطيع أن يدركها. أخي الكريم، أنا سألتك عدة أسئلة، أجوبتك فيها للأسف الشديد تضعك في مشكلة أكبر. سألتك عن التراث الإسلامي تؤمن به أم لا؟ قلت نعم أنا أؤمن بالسنة النبوية. ثم سألتك عن أصح كتاب بعد القرآن الكريم إن كان البخاري ليس أصح حديث، قلت لا أنا أسقط جميع التراث، عندي أصح كتاب الفيزياء. إذا أنت تراجع عن كلامك عندما قلت أنك تؤمن بالسنة النبوية، إذا أنت لا تؤمن بالسنة النبوية، وإنما تسقط جميع كتب التراث، وإسقاطك جميع كتب التراث يوجب عليك إسقاطك للقرآن. أنا الآن سؤالي لك بارك الله فيك، ما الذي يجعلك تؤمن بالقرآن الكريم؟ ما هو الشيء يا أخ ديار الذي يوجب عليك الإيمان بالقرآن الكريم؟ أتمنى جاوبني عن هذا السؤال بارك الله فيك، إن كنت حقا مؤمن بالقرآن الكريم ورافض لجميع كتب التراث بما فيها صحيح البخاري. تفضل. شكرا، زاد فضلك أستاذ، شكرا. أنا يعني للأسف الشديد ما عم بسمع إجابات. أنا أعتذر أستاذ الفاضل، أنا جدا أعتذر، لكن أنا ما توقعت بصراحة أنه ما أسمع إجابات، إلا أنك أنت أقريت أن صاحب الرسالة الخاتمة كان يخيل إليه أنه يفعل شيء ولا يفعله، بل تدافع عن هذا الشيء. طيب أنا مش فاهم، يعني أنا ما قرأت أنت سورة الإسراء طالما أنك أنت تتحجج بالقرآن الكريم؟ سورة الإسراء أستاذ الفاضل آية 47 تقول إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أنا لست ظالم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن مسحورا. هذا عن نفسي، أنا لا أريد أن أنخرط تحت دائرة الحكم في هذه الآية، لا إطلاقا. هاي واحدة. اثنين، أنت تقول أنه في النساء يخيل إليه أنه يأتي النساء ولا يأتيهم. لا زال خلل في كيمياء الدماغ، يعني ما الذي أنت بررته؟ أستاذ أكرر، في علم النفس الذي يتخيل أنه يفعل الأشياء ولا يفعلها هذا مهلوس، يجب أن يتم عزله عن المجتمع. أرجوك أستاذ الفاضل ركز في هذه النقطة، اسأل أصغر دكتور نفساني، قل له من الذي يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وسوف تأتيك الإجابة علمية أستاذ، علمية. يجب أن يتم إحالته لمختصين في علم الأعصاب. أستاذ الفاضل هذا خطير. أنا جاري اليوم لو قالت لي زوجته بأنه دير بالك شوي زوجي يخيل إليه أنه يفعل شيء ولا يفعله، أنا لازم أبعد أولادي عنه. لماذا؟ ربما هذا يقتل عن طريق الخطأ، هذا ليس متزن عقليا، الضوابط العقلية عنده مضروبة أستاذ الفاضل. أنت الآن تقر أن صاحب الرسالة الخاتمة أنه كان مضروب، دماغه مضروب، وما سمعت من عندك إجابة في رزية الخميس عندما قال له كبراء الصحابة بأنه يهدي. نعم رسول الله يهدي، يهجر أنه يهدي. ما سمعت من عندك رد، وما سمعت من عندك رد أبدا أن رسول الله كاد أن ينتحر، أن يتردى من شواهق الجبال. أستاذ الفاضل هذه الثلاث أحاديث اسأل فيها أصغر دكتور نفساني راح يحكي لك أن وفقا لهذه الثلاثة أحاديث هذا لم يكن صاحب الرسالة الخاتمة، هذا كان مجنونا حرفيا. ثم أنكم تتجاهلون الآية في سورة الإسراء آية 47 صراحة، إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أستاذ الفاضل ثلاث أحاديث أنت ما جاوبت عليها، وعندي حديث من قبل هناك تبع الأجنة أيضا ما جاوبت. بصراحة أنا محبط، أنا كنت معتقد أنك أنت راح تجاوب إجابات وننطلق إلى مغامرة فكرية ومناقشة جميلة تكون عميقة وهدفيتها هي تنزيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندي سؤال لك، هذا السؤال خطير شوي، دير بالك الإجابة عنه ممكن تفوت لك المخابرات، فلذلك أنا أحذر، فكون دقيق أستاذ الفاضل في الإجابة. رقم الحديث أستاذي 1910 في صحيح مسلم، الراوي أبو هريرة: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق. هل حضرتك وفقا للصحيحين هل نفسك تحدثك بالغزو؟ تريد أن تكون إرهاب هجم على الدول المجاورة وأن تغزوهم؟ هذا سؤالي لحضرتك، دير بالك أستاذ الفاضل ترى خطير. والسؤال الثاني أنا عندي أستاذ الفاضل إنه اللي بوكل 7 تمرات أو عجوة فلم يضره سم، فوفقا لهذول الحديثين يا أما تموت منتحر أستاذي، لأن أنا أؤكد لك العجوة و7 تمرات ما راح تخلصك إطلاقا، راح تموت.
وراها أنت أخذت سم راح تموت. وهذا الحديث الثاني إذا جاوبت بنعم أن نفسك تحدثك بالغزو أستاذ فاضل، عن المخابرات راح تطرق بيتك وراح تأخذك. فدير بالك، هذول الحديثين خطيرين. أما تموت منتحر أو تموت في السجن حتى بدون محاكمة وفقا للصحيحين. تفضل أستاذ. طيب يا ديار، الله يعطيك العافيه. ديار انت ما شاء الله تبارك الله عليك مفوه، بس انا اتمنى تركز على المحور البحث اللي يتعلق بصحيح البخاري. الله يرضى عليك. ديار لا يؤمن بصحيح البخاري، يؤمن بالقران الكريم. سالته سؤال مباشر، وانا احب الاسئله المباشره يا ديار. ما هو الشيء الذي يجعلك تؤمن بالقران الكريم؟ ما هي الميزه التي وجدتها في القران الكريم توجب عليك الايمان به بحيث انها لم تتوفر في غيره تجعلنا نسقط صحيح البخاري؟ بس اتمنى تجاوبني على السؤال. مناقشتنا استاذ ليس في بس صدد دقيقة. القران الكريم. انت بتحب لا، في في صحيح مناقشه البخاري. أخرى؟ دقيقة بتحب لا في لا، إحنا مناقشه اخرى استاذ نناقش يا القران أخي أنا الكريم؟ أتكلم معك عن البخاري، أنا أتكلم معك عن ارجوك، البخاري. البخاري بس غير دقيقة. القران. طيب تفضل. أنا مو أنا معاك، أنا فاهم البخاري غير القرآن، لكن أنت لا تكيل بمكيال متزن على البخاري وعلى القرآن. تقول بأن البخاري فيه أحاديث منكرة وتسقطه، وتأتي للقرآن الكريم وتقول بأن القرآن الكريم أنا أؤمن به. طيب يجيك ملحد يقول لك القرآن الكريم فيه آيات منكرة، لأن جميع ما ذكرته وأنكرته على البخاري أنا أجده في القرآن الكريم. فهمت أنت الإشكالية وش هي؟ جميع ما تشكله على البخاري أجده في القرآن الكريم. تقول وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال العلماء مسحورا أي مجنونا، والسحر لم يكن أصلا معروفا في مكة بالمعنى الذي تفهمه أنت، ولكن المسحور هو المجنون. طيب ما هو نفس الشيء قال فرعون يا موسى وإني لأظنك يا موسى مسحورا. فرعون نفس الشيء أثبت السحر وإني لأظنك يا موسى مسحورا، والله أثبت السحر لموسى، ليس مصداقا لكلام فرعون أنه مسحور، ولكن بمعنى التخيل. بمعنى التخيل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. موسى كان مسحور. هل نزلت آيات على موسى عليه السلام عندما كان سحر يا ديار؟ كم عدد الآيات وكم عدد الأحكام التشريعية التي ذكرها موسى لقومه في حال سحره؟ هل تستطيع تخبرني؟ وهل أنكر بنو إسرائيل نبوة موسى عليه السلام لأنه سحر أم لم ينكروها وآمنوا بها؟ إثبات السحر ثابت على موسى عليه السلام، لماذا تنكره أنت على النبي صلى الله عليه وسلم وتشنع على البخاري وهو ثابت على موسى عليه السلام؟ الأخ الكريم يسأل عن حديث رزية الخميس، بتطلع من الموضوع إلى موضوع والصحابة قالوا ومدري. يا أخي ما هو موضوعنا. رزية الخميس حديث ثابت وفي الصحيحين أنه قال أهجر، استفهم أهجر بمعنى أنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحضروا إلي الكتاب، قال بعضهم قد غلبه الوجع، وقال بعضهم لا أحضروا الكتاب، فقال أحد الصحابة أهجر، يعني لماذا لا تحضرون له الكتاب؟ أهجر حتى لا تحضروا له الكتاب. وأي ثابت في صحيح مسلم رواية أهجر. أما هجر غير موجودة في الصحيحين. أهجر يعني احضروا له الكتاب، فإن الرسول لم يهجر عليه الصلاة والسلام. وهذا موضوع ثاني بتكلم في رزية الخميس، ما في إشكالية، ما في إشكالية منطقية ذكرتها على البخاري. أخي الكريم ديار، حتى أستطيع أن أرفع لك القبة وأقول لك أحسنت، كل ما تريده على البخاري موجود في القرآن الكريم. يا أخي قل لي بصريح العبارة يا محب أنا لا أؤمن لا بالقرآن الكريم ولا ببدأ معك في نقاش ثاني. أما أن تورد لي إشكالية على صحيح البخاري وأنا أقول لك هي موجودة في القرآن الكريم، نفس الإشكالية اللي تتفضل بها أنت موجودة في القرآن الكريم، تقول لا أنا أخذها من القرآن الكريم لكن أرفضها من البخاري. هل هذا عدل؟ هل هذا إنصاف؟ إما أن تسقط الاثنين معا أو أن تثبت الاثنين معا. مصر أنت على إثبات القرآن الكريم، أنا أسألك سؤال مباشر يا ديار، واترك والله من بنيات الطريق، والله اترك من لف والدوران والروايات ومن يعرف إيش. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يغزو يحدث نفسه بالغزو فقد مات ميتة جاهلية أو كتبت عليه شعبة من النفاق. طيب أنا إيش تبين أسوي لك؟ يعني تبين أشرح لك الحديث وأقول لك هذا في زمن الغزو وعندما كان هناك إمام عادل وعندما كان المؤمنون جماعة واحدة وكانت تفتح وأدخل معك في موضوع طويل عرض ليش؟ وعنادا فيك أقول لك نعم أنا أحدث نفسي بالغزو. عندك إشكالية، أنا أحدث نفسي بالغزو، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتني شهيدا في سبيله. المخابرات في بلدك سوف تأخذك إذا قلت لا أنا أقول صريحة أنا أحدث نفسي بالغزو، أسأل الله أن أموت شهيدا. ديار هذه ما هي إشكاليات. ديار أنا فاتح معك بحث علمي عن صحيح البخاري، تبنيت أنك تعرف البخاري تتكلم معي عن البخاري. أما السرديات الطويلة العريضة ذي ديار ما تنفع. الآن أنت ترفض البخاري وتؤمن بالقرآن الكريم. أنا والله حضر لك أسئلة تمنيت أني تعطيني مجال أطرحها، أنت معطيني مجال أطرحها لك تتعلق عن صحيح البخاري والإشكالات الواردة على صحيح البخاري وكيف نرد عليها بشكل علمي. أما قضية والله أحط رجل على رجل وأسمع مقطعين في اليوتيوب ولا أقرأ لي موقع في النت والله البخاري قال كذا كذا وأبدأ أنا أجلد في البخاري. يا ديار مو كذا. أنت تحسب البخاري أمس جانا، البخاري 1200 سنة يا رجل.
لا أنا ولا أنت راح نزيد ولا ننقص من البخاري. البخاري قفل الموضوع حقه، علماء الأمة تلقوا بالقبول، علماء أعلم مني ومنك بمليون مرة، أنا وأنت ولا شيء عندهم ترى، فهمتني؟ لكن أنا سؤالي لك الآن، أريدك يا ديار أن تبين لي ما هو السبب الذي أوجب عليك أن تؤمن بالقرآن الكريم وترفض صحيح البخاري؟ ما هي الميزة اللي وجدتها في القرآن؟ ولا شك أن القرآن الكريم مختلف، لكن أنا أريد أن أسمع منك كيف آمنت بالقرآن الكريم المنقول إلينا نقلا بنفس الطريقة التي نقل بها البخاري؟ إيش الميزة في القرآن الكريم حتى تؤمن به وترفض صحيح البخاري؟ أتمنى تجاوبني، تفضل. طيب شكرا أستاذ الفاضل. قبل ما أجاوبك أستاذي، أنا بس حابب أصحح لك معلومة إذا أمكن. في صحيح مسلم رقم الحديث 1637 يقول حرفيا: فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر. في حديث آخر كانوا يتساءلون هجر، لكن هذا الحديث الأمامي يتهمونه أنه يهجر، أي أنه يهدي. يهجر حرفيا. أستاذ الفاضل، أنت تقول ما هو علاقته بحديث السحر؟ حديث السحر يطعن في كيمياء الدماغ، في اتزاناته العقلية، وهذا الحديث الأمامي يهجر، أي أنه يهدي، أيضا طعن في اتزاناته العقلية. قد يقول قائل وحضرتك أن والله موسى قد سحر، ما هي مشكلتك؟ سوف أقول لك أين المشكلة. موسى حصل له خداعات بصرية أستاذ الفاضل، لكنه لم يكن يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. لم يكن دماغه مهلوس أستاذ الفاضل إطلاقا، فهذا فرق. ثم أنه هذا صاحب الرسالة الخاتمة، ما بزبطش أحكي هذا الكلام عنه. وأنا ذكرت لك الآية لكن أنت تجاهلت الآية، إذ يقول الظالمون ما تتبعون إلا رجلا مسحورا. أنا ما شفتك رديت، يعني أنا مش فاهم، أنت هو عندك عادي إن نكون إحنا ظلام؟ لا، أنا بالنسبة إلي ما بقبل أكون ظالم، ولن أقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مسحور. ثم إنه هنا يقول لي يهجر، أي أنه يهدي. لم يكن تساؤل في صحيح مسلم، بل اتهام، إدانة مباشرة لصاحب الرسالة الخاتمة أنه كان يهجر. ولم أرى من عندك أي تعقيب أنه أراد أن ينتحر، حاول أن يتردى من شواهق الجبال، ما شفت إطلاقا أستاذ الفاضل. وما شفت تعليق من عندك أبدا على حديث السبع تمرات أو العجوة أبدا. فيا ريت أستاذ الفاضل إذا كنت أنت بتقر هذا الحديث، أنا حابب أبعث لك سم طالع أستاذ الفاضل من المختبر، مختبر كيميائي، أنا راح أحضر لك يا بإيدي، واعد من عندي السبع تمرات ما راح تخلصك ولا البخاري، وراح تموت، يعني راح تموت. هذا السم أبو 6 ثواني، واعد من عندي أستاذ الفاضل. ويا ريت لو أبعث لك السم وتفرجينا توكل السبع تمرات أمام الكاميرا وتأخذ السم، أثبت مصداقية البخاري، أرجوك أستاذ الفاضل. طيب، أما بالنسبة لسؤالك عن القرآن الكريم، هذا في حديث آخر سوف نتناوله عندما يكون الحديث عن القرآن الكريم. عادي من عيوني، أنا راح أحكي لك أمور كثيرة خلتني أؤمن بالقرآن الكريم، أمور كثيرة أستاذ. في اتساق علمي كفيزيائي، كودر إنه أنا فيزيائي أستاذ، في اتساقات مع اتفاقات مع المواكبة بالقرآن الكريم، الوثاقة، التحدث بوثاقة، أمور كثيرة أستاذ، فيني أستدل لك بكل واحدة بآية، لكن هذا ليس موضوعنا. أنا لا زلت مصمم أستاذ، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يهدي إطلاقا، ولم يكن ملتاثا أو يهلوس كما تدعون أنتم، أي أنه يخيل إليه أنه يفعل شيء ولا يفعله. واستدلالاتكم بسحر موسى هذا شيء وهذاك شيء. يعني مثلا لو أنا وأنت رحنا على سيرك ساحر بيسوي سحر أستاذ على خشبة المسرح، هذا الساحر سوف يسوي لنا إيش؟ خداع بصري. لكن هل هذا يعني أننا خيل إلينا أننا نفعل الشيء ولا نفعله؟ لا أستاذ، هذا مش صحيح. إذا استدلالاتك مو صحيحة إطلاقا. أما بالنسبة للتمر والانتحار أستاذ، أنا بستنى من عندك إجابة. أول ما تقول لي نعم موافق، أنا من عندي بتعطيني العنوان تبعك أو أي عنوان، أبعث لك السم فيه وفرجيني أمام الكاميرا. إذا أثبتت أنك أنت ما راح تموت أمام الكاميرا، أنا أول واحد راح أؤمن بصحيح البخاري على أنه ثاني أصح كتاب بعد القرآن الكريم. أستاذ الفاضل، أنا كنت متشرف جدا
بالحديث مع محب أبو بكر. أنا أشكر فيك تحضرك ورقيك رغم اختلافنا الفكري، إلا أنك أنت كنت ولا زلت متحضر ومحترم. أنا أطمح لهذا النوع من النقاشات. نحن نتسامر أستاذ فكريا حتى لو إذا اختلفنا. بالعكس أنت تعلمني، أنا أضيف شيء لك، وأنا حتى لو كنت تلميذ أنا أقبل أن أكون تلميذ عند أمثال حضرتك أستاذ الفاضل. أنت ما شاء الله عليك أسلوبك مهذب. أستاذ مصري أيضا أشكر طلع حضرتك. الناس بس ما حدش يتكلم خالص. بس دقيقة أعطيني مداخلة. ايوه طبعا ايوه طبعا أكيد. لكن أنا المناظرة ما صار عليها أي اتفاق أستاذ محب أبو بكر. يعني كان أنا أطرح اللي عندي. كان المفروض أنا وأنت أستاذ الفاضل في الخاص يعني نتفق على نوع الكلام. أستاذ يعني أنت الآن تقول أنا كنت متوقع شيء، وأنا أيضا أقول أنه أنا كنت متوقع شيء آخر، فأطمح في المناظرة التالية نتفق إن شاء الله بإذن الله. أتشرف فيك يا ديار، إنسان محترم، وأنا اللي استفدت منك، أنت ما استفدت مني شيء. ولكن طريقة طرح الإشكالات عندك فيها مشكلة كبيرة جدا. خرجت عن محور الحديث عن صحيح البخاري وذهبت تأتي بنصوص. أنا قلت لك هذه النصوص موجودة في كل التراث الإسلامي، أن تسقط جميع التراث الإسلامي بلا استثناء. يعني ليست قضيتك مع البخاري، قضيتك مع التراث الإسلامي. وهذه نقطة جميلة تحسب لك، أنك اعترفت أن التراث الإسلامي بالنسبة لك لا يمثل شيئا، أنت تسقط جميع التراث الإسلامي. هذا جميل جدا. عندما سألتك عن القرآن الكريم، إذا كنت تسقط التراث الإسلامي كاملا، ما هو الداعي لإثبات القرآن الكريم؟ بأي طريقة أثبت القرآن الكريم؟ ما جاوبت، مع أن هذا سؤال محوري في صلب موضوعنا. لأني أنا أزعم أن كل ما تدعيه في إثبات القرآن الكريم منطبق على البخاري بلا استثناء. كل ما تدعيه في إثبات القرآن الكريم منطبق على البخاري، لكن أنت عرفت المازق فقلت لا، هذا موضوع آخر. إذا قضية طعنك في البخاري هي مجرد قضية، أنا مع احترامي الشديد لك، هي بناء على إشكالات أنت تريدها لا تستطيع صياغتها. أنت تصوغها على البخاري، ويجب عليك أن تصوغها على التراث الإسلامي، بل يجب عليك أن تصوغها على القرآن الكريم أيضا، لأن جميع الإشكالات التي ذكرتها إنما هي موجودة في القرآن الكريم. تكلم الأخ الكريم عن قضية محاولة الرسول عليه الصلاة والسلام الانتحار. تمنيت يكون في وقت حتى نطلب منه أن يقرأ الرواية في صحيح البخاري، ماذا قال البخاري فيها، وهل هي منسوبة لصحيح البخاري أم هي من بلاغات الزهري. وفي فرق كبير جدا في صحيح البخاري، لمن يعرف صحيح البخاري، بين البلاغات وبين الأحاديث الصحيحة اللي ذكرها البخاري في الصحيح. أخي الكريم، قضية الطعن في البخاري، نحن لماذا نشكلها؟ أنا عدت عليك هذا الكلام أكثر من مرة، لأن الطعن في البخاري لا يسوق إلا من عالم متمكن فاهم لديه علم كافي للطعن في البخاري، ولديه تصور كافي لما كان موجود في زمن البخاري، لعقلية البخاري وعقلية الزمن اللي كتب فيه صحيح البخاري. أنت مع احترامي لك لا تملك هذه العقلية ولا تملك هذا العلم، تورد إشكالات شبعت طرحا وشبعت بحثا. وعندما أسألك، جميع ما تريده على البخاري موجود في القرآن الكريم. قل لي بصريح العبارة أنا أسقط القرآن الكريم، أنا خلاص انتهى موضوعي معك، ما في إشكالية، أنا ألزمك بالقرآن الكريم. قل لي أنا أسقط القرآن الكريم، لكن تورد كل ما وردته، حديث القدر، حديث ما نعرف إيش، كله موجود في القرآن الكريم، كله بآيات. وعندما ذكرت آية حديث الإيذاء الله سبحانه وتعالى، ذكرنا لك أنه في القرآن الكريم موجود الله سبحانه وتعالى، لكنك تتقبل في القرآن الكريم ولا تتقبل في صحيح البخاري. وهذا هو الكيل بمكيالين، وهذا هو عدم الإنصاف في قضية النقد، قضية الطرح. أنت تتمسك بالقرآن الكريم حسب زعمك، وأنا إن شاء الله أقول أنك صادق في كلامك هذا، لكن أنا أقول لك ثق تماما أنك لن تجد في البخاري مطعنا إلا أن تطعن بالقرآن الكريم، وأن من يريدون إسقاط صحيح البخاري إنما هدفهم هو إسقاط القرآن الكريم كاملا وإسقاط الدين الإسلامي كاملا. لم يستطيعوا الوصول للقرآن الكريم فأخذوا بذلك ذريعة البخاري. وأنت بنفسك اعترفت أنك لا تسقط البخاري، هذا يكفيني منك، أنت تسقط جميع التراث الإسلامي، وهذا شيء راجع لك. أنت تسقط التراث الإسلامي هنيئا لك، يعني كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، هذا شيء راجع لك، أنت تستطيع تثبتها. أنا إلى هنا انتهيت، كلامي واضح، ما عندي. أنا تمنيت حقيقة يكون الموضوع يعني أكثر علمية، يتعلق بالبخاري بما يتعلق بالبخاري نفسه من الإرادة الموردة على البخاري، لكن وجدت أن إشكالاته هي إشكالات على التراث الإسلامي بشكل عام وليست على الصحيح الرزية. ما عندي إشكالية، لو تبغى الآن بعد ما ينتهون الإخوان أو في وقت أي وقت تتحدث في رزية الخميس ما في إشكالية، بس يكون الحديث عن الرزية فقط. سامع صوتي أستاذ؟ أنا عندي إنفلونزا أستاذ الفاضل. أنا عندي إنفلونزا، يعني أنا والله العظيم يعني والله كلنا، والله أنا جاي من الحرم وجاي بعلاجاتي معي بعد، والله الله المستعان. الله المستعان أستاذ الفاضل. أنا خليني أشكر فيك أستاذي مرة ثانية محب أبو بكر، أنت رجل مهذب. نأمل أنه إحنا كنا بنفس ذاك القدر من الاحترام. أنا أكون لحضرتك كل احترام وتقدير، لكن والله العظيم يا أستاذ الفاضل
هذه الأحاديث آن الأوان، أنا وأنت وكل أبناء هذا الجيل النظر بها بجدية. آن الأوان، في خطورة أستاذي الفاضل. حتى لو كانت هذه الأحاديث صحيحة أستاذي الفاضل، أنا أقول ولا زلت أقول المد الإلحادي يتعاظم خطره بسبب هذه الأحاديث. نعم، أنتم لا تعلمون. أنا كنت في الداخل الإلحادي وأنا أعلم جيدا والله العظيم يا أستاذ الفاضل بنسبة 80% من الملحدين هي بسبب تلك الروايات، وال20% الباقين بسبب القراءات العاشرة. أنا أطلب من عندك من نظر بجدية أستاذ الفاضل، من مشائخنا، من ساداتنا، من كبراءنا الذين لم يضلون السبيل، أن ينظروا للموضوع بجدية. العقول تغيرت، ما في هذا تقول له أجمعت الأمة، بقول لك أنو أجمع؟ طب أنا شو دخلني؟ أنا لن أسمح لأحد أن يفكر عني أو أن يقرر عني. أستاذ الفاضل، في المناظرة الجاي أنا أطمح إنه أنا أول شيء نلتقي أنا وأنت في الخاص. أرجوك أستاذ الفاضل نتفاهم. اليوم ما في أي تفاهم كان، لكن مع ذلك كان الاحترام كان سيد الموقف بيني وبينك. أنا أطمح باقي المناظرات تكون على هذه الطريقة. أنا أريد أن أعرض عليك عرض. أمامي ملف أستاذ للبخاري ولصحيح مسلم يطعنان بالقرآن الكريم أنه ناقص تحت ستار ماذا؟ تحت ستار أنه منسوخ تلاوة. أنا سميته طعن، أنا لا أعترف بالنسخ التلاوة أستاذ. فمش عارف شو رأيك في المناظرة القادمة نتحدث عن هذا الموضوع. هذا الموضوع أنا شايفه أفضل من كل هذيك المواضيع. الرأي رأيك. ما في إشكالية يعني موضوع النسخ في القرآن الكريم أو أن تحريف القرآن الكريم. لا، هذه الروايات أمامي والأحاديث ملف كامل أستاذ الفاضل تقول أن القرآن ناقص والعياذ بالله. تحت ستار ماذا؟ تحت ستار أنه منسوخ تلاوة. ما في إشكالية. أوكي. يعني القرآن ناقص، يعني عند المسلمين القرآن ناقص، ما في إشكالية. بس أنا بعد أتمنى أنا أتمنى يا ديار تجاوبني على سؤالي. ترى سؤالي أنا ودي أسمع الإجابة منك، وهي ما شو اللي خلاني أؤمن بالقرآن الكريم؟ بالقرآن دون البخاري، يعني ما الميزة التي في القرآن ليست في البخاري؟ وعد من عندي أستاذ الفاضل، عيوني الاثنين بتاخذها في المناظرة الثانية، راح تاخذ عيوني الاثنين. هذا التساؤل راح أكتب لك إياه، راح أكتبه. وعد من عندي. تشرفت فيك. لا والله الشرف إلي أستاذ، الشرف إلي. أبى أقول لك كلمة. أنا أتفق. اسمعني. أنا أتفق معك في كلمة أنت قلتها مهمة جدا، وهي أن كثيرا من أبنائنا الشباب والصغار أولاد وبنات قد ينجرفون للإلحاد والعياذ بالله لما يرون من بعض الروايات المشكلة سواء في البخاري أو غيره في التاريخ الإسلامي أو في التراث الإسلامي. ولكن ثق يا ديار، وخذها من أخوك، اعتبرني أخوك، ثق يا أن الإشكالات ليست في ذات المرويات، وإنما في طريقة نظرتهم لهذه المرويات. وكلامك ترى صحيح، كلامك صحيح. جميع من يورد هذه الإشكالات يستغلون الصغار وقليل العلم الذين لم يتعبوا أنفسهم بطلب العلم ولا بالمعرفة الحقيقية لما تعلي هذه الروايات، فلا شك أنها تضرب في عقولهم ولا يتقبلون ويبدأون بإرادة الإشكالات والإلحاد. وكثير منهم الحمد لله يرجع عندما يبان له الحقيقة وتشرح له بالشكل الصحيح ولله الحمد يرجع. لكن ثق يا ديار الحمد لله وجود الإلحاد، وجود النكرانيين، وجود غيرهم يقابل بوجود انتشار سلفي سني قوي جدا بين أبنائنا وبناتنا بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن دائما ندعو أبنائنا وبناتنا وإخواننا إلى طلب العلم وإلى التعلم وإلى عدم التجرب بشكل كبير جدا على النقد بابه مفتوح، بل نحن أمة النقد الحمد لله، وعلماءنا سبقونا بالنقد. لو تريد أقرأ لك واستعرض لك كتب النقد التي كتبت في زمن البخاري نفسه، محمد بن الحسن الشيباني وهو متقدم على البخاري، والإمام البيهقي والخطيب البغدادي، كلهم كتبوا في النقد باب مفتوح. نحن نؤيد به. مع احترامي لعلمائنا أستاذ الفاضل، مع احترامي لعلمائنا أستاذ الفاضل، الآن أصغر واحد في جيلنا مثقف أكثر من علمائنا أستاذ. لماذا؟ الأرضية المعرفية. والله مو صحيح. لا أستاذ، هذه لا بجيلي وبجيلك أستاذ. لا يعني عفوا، لو انبعث ابن حجر العسقلاني اليوم أمامنا راح يقعد تلميذ، راح يتعلم، ابني راح يعلمه. مو صحيح. تعرف ليش؟ احنا متطورين معرفيين أستاذ الفاضل. هؤلاء كانوا على جمل وعلى سفن خاسر. أبذكر لك الأجيال الآن متطورة أكثر. أبذكر لك مثال وبالمثال اتضح المقال. أذكر لك مثال واحد بس. أبو حنيفة رحمه الله من ضمن فتواه الشهيرة أنه يجوز للمرأة أن تستلم القضاء.
هذه فتوى يجوز لأبو حنيفة. للمرأة نعم أن تكون قاضية. وعنده فتوى أخرى يجوز لحظة. أنه الواحد يتزوج بنته. لا ما في. شفت بدينا في البلاوي حقتك. دقيقة بس خليني أكمل لك ليش الفكرة. أستاذ؟ طيب بس دقيقة. ما الزنا لا يحرم. طيب بس هذه خليني فتوى أكمل لك. معروفة. بس خليني أكمل لك وأجيك لكلامك اللي تدعي على أبو حنيفة. أبو حنيفة له فتوى مشهورة أنه يجوز للمرأة أن تستلم القضاء. أبو حنيفة توفي سنة 150. تخيل 150، يعني ما باقي شيء بينه وبين الصحابة، ولذلك يقال بينه يسمع من أنس بن مالك، يعني ولد سنة 80. ويقول أن المرأة يجوز لها أن تستلم القضاء. هذه الفتوى لم تجد اعتراضا في زمن أبي حنيفة حتى من الفقهاء الحديثين والأثريين الذين فتى بوضع المرأة المستأجرة. يا أخي بس اصبر علي يا ديار. أنا أعطيتك خليني أكمل فتوتين من يرحم عند والديك. أبو حنيفة مش راضي أنت. طيب بس اصبر علي. أنا أذكر لك حقائق وأنت تذكر لي إشكالات. أبو حنيفة عندما ذكر هذه الفتوى يجوز للمرأة أن تستلم القضاء، لم ينتقده أحد من علماء المسلمين في قضية أن المرأة لا يحق لها بمعنى أنها ناقصة لا تستلم القضاء. لكن تأتي لعلماء الأحناف المعاصرين الذي تقول أنت أن لديهم لابتوب ولديهم من يعرف إيه ومعرفة زايدة وسيارات وجوالات، وما كان عندهم حصان ولا حمار ولا جمل يمشون عليه، نجد أن علماء الأحناف المعاصرين غير قابلين لفتوى أبي حنيفة، غير قابل، يرفضونها، يقولون نعم يجوز لها أن تستلم القضاء ولكن حكمه غير نافذ. بس أستاذ أنت ما جاوبتني أستاذ الفاضل. يا أخي أنت بس أعطيني فرصة، أنا ببين لك. يعني شوف بعد التفكير عند أبي حنيفة وزمن أبي حنيفة عن بعد التفكير عندنا. القضية ليست قضية ماديات، القضية قضية بارك الله فيك قضية تفكير. التفكير عندما يكون عالي جدا. أنا هذا شيء عايشته وجربته، وممكن أنت جربته. أنت سمعت في هذه الفتوات اللي حكيت لك إياها أستاذ ولا ما بتعرفها؟ لا والله أعرفها كلها. اللي هي إنه الواحد يتزوج بنته إذا كانت من زنا، هذا واحد. اثنين، وطئ المرأة المستأجرة. إحنا الدعارة عندنا حلال أستاذ. ما في إشكالية أخي الكريم. طيب اسمعني يا ديار. فقه كامل يا شباب يا بنات. أخي اسمعني بارك الله فيك. لا بس لحظة. بس أنت لو ما تقاطع، لأنك ما تقاطع والله يزينك. بس دقيقة والله أستاذ. بس لو ما تقاطع أنت تولد إشكالات أنت ما أنت عارف الجواب عليها. لكن أنا أتكلم لك على حقيقة في فرق التفكير. أنت تقول لي تفكيرنا أفضل من تفكير زمن البخاري. يعني شو إذا قال إنه المرأة لم نصل إلى قاضية؟ شو ليه ما يقبل الأحناف الآن؟ ليش ما يقبل الأحناف أستاذي؟ بس اسمح لي أستاذ، أنت الآن تقول أن أبو حنيفة أفتى بأنه بجواز أنه تكون المرأة قاضية، يعني هو عابر للأزمان بعقله. هو نفسه اللي فتى بجواز أستاذ نكاح البنت إذا كانت من زنا. هذا واحد. اثنين، أفتى نفسه بوطئ المرأة المستأجرة. إحنا عندنا الدعارة حلال في مذهبنا. تعرف هذا الشيء ولا لا أستاذ؟ والله. كيف افتى ابو حنيفه ببطل المراه المستاجره؟ تفهم تفهم فتوى ابو حنيفه ان والله في زمان عمر بن الخطاب يستند. في زمان عمر بن الخطاب ان امراه طلبت من راعي مالا او ان يسقيها ماء، فابى الا ان تمكنه من نفسها. فوصل الخبر لعمر الخطاب فقال خلاص درأ الحد عنهما لانه دفع مهرها. دعارة. هذه دعارة. والله دعارة. طيب يا ديار. طيب اقسم بالله العلي العظيم في زماننا اسمها دعارة. انا اعجب لماذا تعتبرون ابو حنيفة عالم؟ ليس عالم. انا اعجب بصراحة كيف انتم مجمعين على هذا الشخص. كيف انتم يا رجل انت بتعرف اخواننا الشيعة او الملحدين بيطلعوا بيمسحوا الارض فينا بسبب هذول الفتوتين وبضحكوا علينا. احنا مضحكة استاذ، نحن مضحكة بسبب تلك الفتوتين. على كل حال أنا بديش أطيل على حضرتك أستاذ محب أبو بكر، تحياتي لك، أنا ممتن جدا لحضرتك. أستاذ مصري قبلاتي على جبينك، أنا أشكرك كثير. فاسمح لي أستاذ مصري، يعني أنا أخوك الصغير بمون على شواربك. هاي مني لراسك. أنت تستحق أستاذ مصري. شكرا جزيلا أستاذي، الله يعزك يا رب. هطلع الناس، خليك معانا لحد ما نطلع الناس، والمناظره اللي انتوا عاوزين تكملوها لو اتفقنا هتبقى يوم الخميس اللي جاي. ارجوك على التليجرام استاذ، اي انسان بده يناظر ارجوك اول شيء نتفق. يعني الاستاذ محب ابو بكر وانا ما كنا عارفين. تقريبا كان المبحث معلش انا جاني اتصال. لا انا من رايي على الملف الامامي، وهو احاديث من الصحيحين تتهم القران بالنقص او بالتحريف. موافق يا محب؟
انا جاني اتصال والله ما سمعتك، لكن كمل ايش يا ديار، الاشكاليه؟ قول كده. أنا من رأيي المناظرة الجاي بالأحاديث التي تتهم القرآن الكريم بالنقص أو التحريف. الروايات اللي تتهم القران الكريم بالنقص أو التحريف. ما في اشكاليه، بس انت الاشكاليه وش هي يا ديار؟ انا ما ودي اني اخذ انا موقف المدافع، انت لابد تحط لك فكره انت تعتقدها حتى نستطيع نناقشها. تعتقدها واعتقد انا ضدها، فهمتني؟ اي لا، انت معنى هذا الكلام انك بتاتي تقول روايه انا اجلس ارد، فهمتني؟ لابد تكون لك فكره انت تستطيع تدافع عنها، تورد على فكرتي. انا بالنسبه لي القران غير محرف، أنا القران بالنسبة لي ثابت. ما بتقدر تمسكني من شيء. لماذا؟ لأني أنا لا مبدئي هو انتقاء الكرز. أنا آخذ اللي يعجبني وأرمي اللي ما بيعجبني. أنا مو مثلك، أنت ملزم، أنت الذي تعتقد وأنت الذي تدعي، فأنت الآن مدان أمامنا، أنت متهم. انا أنا متهم بمناظراتي طيب ما في اشكاليه، متهم بايش؟ ايش الفكره بالضبط اللي نستطيع ليه نناقشها؟ الاتهام؟ تفضل. نحن الراجل نتهمك. اتهام ايه؟ ايوه نحن كمحققون في الموروث اه نحن نتهمكم أنكم تعتقدون بأن القرآن ناقص أو محرف، أو تسببون الإدانة لصاحب الرسالة الخاتمة. الآن تناقشنا على الإدانة لصاحب الرسالة الخاتمة. الآن أنت متهم أمامي أستاذ، أنت تقول أن القرآن ناقص ومحرف وفقا لما جاء في الصحيحين. أنا من رأيي المناظرة الجاي بهذا الشيء. ايه، بس انت ماذا تعتقد؟ انت لا اعتقادك أنا وش؟ ان القران كامل؟ طبعا انت اعتقادك ايه؟ ان القران كامل غير والقران قابل غير محرف؟ للنقاش. يعني غير انت قابل جاي للنقاش. إيه؟ انت جاي يعني تدافع نحن عن القرآن. ننطلق من منطلق ان القران غير محرف، ولكن هناك روايات تدل على ان القران محرف عند اهل السنه والجماعه. محرف جميل. وناقص. محرف وناقص عند اهل السنه والجماعه، جميل جدا. ما في اشكاليه. بس انت بكذا انت بتقضي يعني انت مشكله وش يا ديار؟ ولا خليها في وقت المناظره احسن، ما في مشكله، خليها في وقت المناظره خليها حتى وقت لا، المناظرة، لانك انت نتفق انا على وقت. مستعد انهي المناظره معك مثل هذه المواضيع ترى بسهوله، فاهمني؟ تمام. لانك انت ما عندك اسس يعني تنطلق منها حتى استطيع احاكمك حلو. عليها. انت ايوه فقط ما تقول القران تخلوش غير محرف يفكر وانا اقول يا القران شيخ غير محب. محرف، ما في اشكاليه. شيخ محب، ما تفضل. تدوش الآلية انه يفكر. يعني انت انا عاوزك تزنقه يوم الخميس دغري كده، ما تدلوش ما لن تخلوش تستطيعوا. يفكر. لن تستطيعوا. لا بس برضو انا دائما اللي بسدد التساؤلات وانت الذي تبرر. ما في اشكاليه، بس برضو يا ديار انا في نفس الموضوع ترى بنطرح قضيه ايمانك بالقران الكريم. اوكي. لاني انا سالتك الان، لما سالتك على الفرق بين اثباتك للقران الكريم البخاري ما جاوبت، قلت ان شاء الله نتركه في وقت اخر. نفس الشيء انا بجعله من ضمن الحوار. ايوه قولك بين القران الكريم غير محرف، قولك بين القران غير محرف وثابت تحتاج الى اثبات عليه. ايه يا ظالم، الداجن اكل كلام الله. لا يوفقني، الله لا يوفقني انا، مش انتو، انا. هاي اخرتها. الداجن ياكل كلام الله. هاي ما في اخرتها. اشكاليه، ما في اشكاليه، ما في اشكاليه، كلامك طيب جدا. بس تحياتي لك برضه شيخ الفاضل. الله يحييك يا ديار. بس برضه أنت تحتاج الى اثبات القران الكريم ترى في المناظره حدد وقتها. اذا احنا اثنين مؤمنين بالقران الكريم ليش بدي اثبت لك؟ انا عندي ادله على اثبات القران الكريم، لابد تريد ادله مثلها. بارك الله فيك. طيب اوكي، مش مشكله، لكن انا سوف اناورك او سوف اناقشك بالاحاديث التي تتهم القران الكريم على انه ناقص او محرف، والاحاديث من الصحيحين. ما في اشكاليه. على بركه الله. تحياتي. اكتب في الكراسه الصفراء اللي عندك يوم الخميس. طيب جميل جدا، يوم الخميس ان شاء الله. الله يعطيك العافيه يا ديار، الله يعطيك العافيه يا مصري، تشرفت. صعد الاخوان، خلينا نسمع المداخلات ان شاء الله تكون حول المناظره باذن الله. اي ساعه استاذ الخميس؟ ايوه الساعه 11 بتوقيت مصر. ايوه زي ما بدانا دي بالظبط. الساعه 11 بتوقيت مصر يوم الخميس القادم. اتفقنا. بس مع ذلك ارجوك استاذ الفاضل، يعني اعطيني تذكار او ذكرني استاذ يوم الاربعاء. طبعا اكتبها عندك بس في الكراسه الصفراء. سوداء. قلبي اسود، قلبي هيك اسود عليكم. بس قبل ما حد يتكلم، انا بشكرك على اسلوبك اللي اول مره اشوفه. يعني انا اول مره اشوف الاسلوب ده بامان. انت حتى وانت بتقرا الاحاديث ما كنتش بنفس الاسلوب اللي بتتبعه مع حد، ولا حتى بنفس الاسلوب اللي في بثك. فليك حق ان انا اشكرك. الموضوع كان
كان علمي بحت، وبشكر طبعا الشيخ محب الانتماء الكل له بامانه. بس ما ده ما يمنعش ان انت ك ك كشخص انا بحترمك، ولازم احترمك واحترم ضيوفك لعدم اساءتك. شكرا ليك يا ضياء. والله للأمانة أقسم بالله الكريم أحرجني بأخلاقه ورقيه وتحضره. والله لو كل إنسان بتحدث معي بهالطريقة أنت ما بتشوف ديار إلا أنه متحضر. أستاذ أنا طالع من بيئة متحضرة، من عائلة متحضرة، احترمني بتاخذ عيوني الاثنين. تحياتي. لا، ما حدش يقدر ينزلك يا نادر، بتهزر. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اتفضل يا صالح. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم جميعا بالخير واليمن والبركات إن شاء الله. شكرا لك يا مصري على هذه المناظرة، وشكرا للعزيز محب والصديق ديار على هذا الأدب وهذا اللباقة. وأنا فعلا نفس الصدمة اللي أنت مصدومها يا مصري. أنا تفاجأت بهذا الرقي عند ديار في الطرح، يعني بعيدا عن أي إساءة أو أي محاولة ازدراء. أشكرك جدا يا ديار، وشكرا لمحب وشكرا لكم. بس أنا استغربت نقطة واحدة فقط في كلام محب في قضية، يمكن هذا السؤال تساءلناه قبل فترة، محاولة ربط القرآن في البخاري، إنه إذا سقط البخاري سقط القرآن. أنا ما أعرف إيش الأدلة أو القرائن أو اللي اعتمدها محب إنه في حالة سقوط البخاري سقط القرآن. حتى كلمة إنه تلقته الأمة بالقبول لكن رفضه ابن تيمية والألباني. أنا ما أعرف كيف الأمة تلقته بالقبول وابن تيمية يضعف ويصحح والألباني يضعف ويصحح. فما أعرف نوع القبول هذا، يعني ما بعرف إيش نوع القبول هذا. ممتاز. بس مهم يجاوبني محب إن أراد يعني على قضية ربط القرآن في البخاري. إذا سقط البخاري سقط القرآن، مع أنه الآلية مختلفة أصلا. الآلية الوصول، يعني هم نفسهم عند في أهل السنة والجماعة بشكل عام، يعني هم يقروا أن القرآن يعني ايش يسموه قطعي الثبوت، اما السنه فهي ظنيه. دائما يعني يكرروا هذه الكلمه، وانه اليه وصول النص الحديث بالمعنى. انا اسف يا مصري، جاتني مكالمه، لو تاجل لي بعد شويه لو سمحت، لان عندي مكالمه ضروريه، ممكن بعدين اكمل فيها. ممكن مداخلتي الأول لو سمحت. حاضر، بس هنحاول. البث بيقطع. طب لو سمحتوا حد يطلع ويخرج. طب استنوا كده، هعمل حاجة كده. تقريبا مش بيقطع. انا حاولت. طب كده اتظبط تقريبا. كده اتظبط. الان واضح صوتي يا مصري ولا؟ في ناس بتقول البث بيقطع. بقول لهم كده المفروض. لانه انا بتكلم بس ما بيطلع عندي علامه، ما اعرف. عموما طب اجلني استنوا شويه كده. مصري بعد بص يا الاخوه. صالح، بص يا لا صالح، لا، اجلني بعد شويه هنزلك واطلعك تاني. هنزلك واطلعك تاني. كده البث ماله تقريبا ما بيقطعش كده. ايوه، في حاجة عند صالح. طيب حط المؤقت يا مصري كده واديني وقت لو سمحت. لحظة. اديني لحظة بس. انا بخير الحمد لله. كده تمام. أستاذ كان في مصري، صالح عندي، كان في حاجة عند أستاذ صالح. مصري أنت محتاجني بشيء أستاذ؟ انت مستعجل في حاجة؟ لو انت مستعجل اخد اول مداخلة ليك انت. الحرارة عندي عم تتصاعد، يعني الحرارة عندي عم تتصاعد، الإنفلونزا عندي أستاذ، يعني أرجوك سامحني. الف الف سلام عليك. وفي الثلاث دقايق دول برضو للمرة المليون انا بشكرك. لان الاسلوب، هو صالح حتى قالها دلوقتي، الاسلوب غير الاسلوب والطريقة غير الطريقة، واتكلمت زي ما انت عاوز. فانا بشكرك على آدمية الحوار لا اللي في ناس أنا كتير كانت مستنية عكسها. أنا عارف. نعم. أنا شوف، طلع علي، أنا من النوع اللي بتحترمني بتأخذ عيوني، صدقني أستاذ الفاضل. أنا أطمح
في المناظرات القادمة مع الأخوة على الرغم من اختلافنا أن نحترم بعضنا البعض. طالما أنت تحترم الشخص اللي أمامك وأنت لا تشخصن معه، فبالتالي سوف ترى من عندنا احترام ورقي بنفس القدر اللي أنت حضرتك بتقدمه. لا أستاذ مصري، الشكر لك لأنك أنت منعت أي إنسان يتطاول علينا. بالعكس أنا اللي أشكرك أستاذ مصري، أنا مدان لك بوحدة. مستحيل حد يتطاول عليك، مستحيل حد يتطاول عليك او على اي حد من طرفك، مستحيل. ليه بقى؟ علشان لما انا احترمك واحترم الناس اللي من طرفك، بالتالي انت هتحترمني وتحترم عقيدتي ومعتقدي، واللي بيحاورك هتحترمه. فانا بشكرك الله وبشكر حتى يعزك، الناس اللي من طرفك. الله تسلم لي، ربنا يعزك. يعزك يا رب. خليني أشكر الجمهور. أنا ممتن للدعم والإشادة كالعادة، أنتم رافعين الرأس. أنا كثير بشكركم على الأدب والأخلاق اللي تقدمتم فيها. نعم، جميل أن نختلف مع الأخوة فكريا وأن نحترم بعضنا البعض، هذا جميل جدا. تحياتي لك أستاذ مصري، وتحياتي للسادة اللي موجودين على الجست، وبالأخص خليني أحيي الخبير الدكتور الفاضل